اتأخرت شوية دقايق، بس كان في حد بعت لي فيديو مهم كده فكنت بشوفه يعني. احنا هنا يا جماعة مع احترامي لكم مش جايين نتكلم على علامات آخر الزمان ولا الكلام ده. أنا مش راجل ببيع الدجل للناس يعني. أنا جاي أتكلم في سياسة، بس يزيد العدد شوية هنتكلم في حاجات مهمة جدا يعني النهاردة. الله يخليكم يا رب. في بس من العدد بس يزيد شوية هنبدأ نتكلم في بعض الأشخاص أوجه لها بعض الرسائل. أولهم طبعا الشيخ المغربي اللي هو بتاع المسجد الأقصى. بقول له عيب يا شيخنا لما تبقى قاعد جوه المسجد الأقصى وتكذب. عيب لما تاخد معلومات من قصصات موجودة ومواقع، بعض المواقع التكفيرية اللي كانت مألفة عني قصص في ظروف معينة وتكذب وتعمل عليها فيديوهات. عيب يا شيخنا لما تفتي وتقول الراجل ده هو نفسه ريتشارد اللي كان متجوز داليدا وان هو مش عارف معمر والكلام ده. يعني انت المفروض تتكلم في دينك، مالكش دخل انت بالقصص دي خالص، اركن على جنب يعني. الشخصية التانية اللي هو محمد أنور السادات، مش الرئيس السادات، لا محمد أنور السادات اللي هو ابن أخوه مفروض. هما المجموعة اللي هي بتتاجر باسم الرئيس السادات الله يرحمه من زمان. الراجل ده بقول له مين وضع أهلك من الأوصياء على الشعب المصري؟ عاوز أفهم يعني أنت عمال تتكلم على مبادرة إنه يتم الآن التواصل ومحاولة الاتفاق على شخصية وطنية بغض النظر عن خلفيتها بقى عسكرية ولا مدنية. مش هتمشي الخطة بتاعتك المرة دي صدقني، لأن انتوا المعارضة الكرتونية بتاعتكم هي أحد الأشكال الضالة اللي ضيعت مصر عبر تاريخها كله. بيحطوها وبيصدروها كأنها صورة للمعارضة. تشعبيتك فين انت ولا الأمثال اللي زيك في الشارع المصري؟ ما تنزل كده في وسط الشباب واسأل 3 4 يعرفوا اسمك ولا ما يعرفوكش. بأي صفة بتتكلم باسم الشعب المصري ويتم التوافق على شخصية وما يتمش التوافق على شخصية؟ اركن على جنب، احنا جايين. الزمن بتاعكم بتاع النظام الحاكم ده وبتاع المعارضة الكرتونية اللي موجودة دلوقتي اللي بيصدروها ولا شويه العيال حتى اللي هربانه بره اللي بيقعدوا يتكلموا دول، انتهى. انتهى. احنا دلوقتي زمن جاي الشعب هيبقى له قيمه. الشعب ده هيغتني، الشعب ده هيكون ارقى شعب في العالم. كفايه طحنتوه، شحتوه، ضيعتوه. الزمن ده انتهى خلاص. فلا رجاء يا اخ محمد انور السادات يا بتاع حزب مش عارف البطيخ اللي تحت السلم، خليك انت اعمل اجتماعاتك وما اعمل نفسك بتمثل معارضه. والنخبه، نخبه مين الشيله الصايعه اللي ضيعت مصر طول تاريخها يعني؟ نخبة مين يا عم؟ مين قال لكم انكم نخبة؟ نخبة بأمارة ايه؟ نخبة في ايه بالظبط يعني؟ النقطة الثالثة والمهمة جدا جدا بالنسبة لموضوع ايدي كوهين. طبعا انتوا عارفين ان ايدي كوهين وجه لي كلمة على تويتر وقال كنت انا خد جزء من فيديوهاتي وحطه اللي هو موضوع بتكلم فيه عن المسجد الاقصى او القدس او الكلام ده او فلسطين، فحط لنا او عن اسرائيل وعن تاريخهم وكده. كنت بقول آية من القرآن يعني، فخد الآية وحطها وقال كلمة حق رئيس مصر، برافو كلمة حق يا رئيس مصر القادم أو المقبل. فالناس عملت عليها فيلم. الراجل قاري الواقع المصري كويس وعارف ان الراجل ده جاي كويس. ايدو كوهين مش شخصية عادية، شخصية أكاديمية، شخصية علمية، شخصية مقربة جدا جدا من أنظمة البحث في إسرائيل وفي غيرها. فالراجل ده ما بيتكلمش من فراغ. فلما قال يا رئيس مصر المقبل على عماد سعد الله، يعني الراجل ده مش بيهزر. واعتقد ان ده ما يعتبرش سبه في حقي، بالعكس. الاخ اللي نازل انت مش هتبقى رئيس مصر، انت مش رئيس مصر، طب وانت داخل عندي البث ليه؟ عمال يكتبها متواصل 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 يعني. والله اللي انا اعرفه بقى بصراحه، انت بتقول السيسي بيدعم الفقراء، انا مش عارف فين دعم الفقراء، ما بيدعمنوش كان يبقى شكلهم عامل ازاي معايا. عارف نفسي كويس، عارف ان احنا جايين في 2024. عماد سعد الله رئيس لمصر. في نقطه مهمه جدا عاوز ارد عليها على البث، ويا ريت اخواننا بس البغبغاوات اللي هم عاملين يرددوا كلام مش عارفين معناه يسمعوني كويس. اللي بيقول لك الراجل ده جاي بالونه اختبار. بالونه اختبار لمين يا بابا؟ بالونه اختبار لمين؟ بقول لك عماد سعد الله رئيس لمصر 2024.
معايا، ويرتفع العلم الاحمر الخفاق بالعنخ الذهبي. احنا جايين ببرنامج متكامل، انت جاي تقول لي بالونه بالونه لمين بس؟ او في واحد يقول لك ايه ده الراجل ده تبع المخابرات وجاي عشان ايه؟ يكره الناس مين؟ ده انا وقفت البلد بحالها على حالها في اسبوعين. في اسبوعين البلد لفت كلها بتكمل حوالين نفسها بشويه فيديوهات كلها دقايق 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 10 دقايق كلهم 7 دقايق بتكمل. وقفت الشرق الاوسط كله على رجلي، ابتداء من الاسرائيليين اللي علقوا عندي ايدي كوهين ولا غيره ولا غيره، والمغرب العربي واليمن اللي عملوا مؤتمرات، ومصر طبعا اللي الناس اللي لفت حول نفسها كتير جدا. فما نقعدش نتكلم يعني. لا سبايدر ده مطلعينه عشان موضوع فتى الشرق يلغوش على الموضوع، يعني هو امناجي اساسا يعني. فمش هعلق على الاطفال دول، حتى ما كنتش واخد بالي من شكله اساسا ولا اعرفه اصلا، بس ملاحظ الموضوع وجاي لعندي انا تقرر بالكلام الفارغ ده، مش متابع الهبل ده، ما متابعش العيال دي. دول شويه امنجيه، وانا قلت لكم قبل كده بيحاولوا يوقفوا المسيره، لكن المسيره مستمره. زي اللي يقعدوا يطبعوا لك شويه ورقه، يقول لك اوف ده عماد عنده مشاكل. مشاكل ايه اللي عندي؟ عاوز افهم يعني. واحد تاني في نفس اليوم ينزل فيديو يقول لك عماد ده مدعوم من اسرائيل ومن الامارات ومن السعوديه لمحاربه السيسي. ليه يا حاج بقى لمحاربه السيسي؟ عشان قطار القطار السريع اللي بيعملوه في مصر، والامارات عاوزه تعمل قطار من الامارات للسعوديه للاردن لاسرائيل، وهو وجود القطار السريع اللي في مصر ده هيحد من جديه المشروع بتاعهم، فيحاولوا يوقفوا المشروع عن طريق دعم عماد سعد الله. ليه؟ هو مين اللي دافع فلوس؟ مين اللي دافع فلوس القطار بتاع مصر؟ ما هي الامارات والسعوديه يعني. معايا؟ انا في اخ داخل عمال يقول لي مش عارف واحد اسمه هيه مش عارف ايه كده. انا مش هنزل للمستويات دي لان انا عارف انك انت نفس الشخص، فمش هذكر اسماء اشخاص خالص. في اشخاص يا جماعه معلش الفتره دي مجد لهم ان انا اقعد اشتم فيهم يعني، بس انا بشتمش ولا بنزل المستوى ده لاني اكبر من ذلك. انت بتفتن الناس، والله انا ما فتنتش حد ولا حاجه. انا جايب مشروع كبير جدا، شاء من شاء وابى من ابى، ومشروعنا ينتصر ويتم لان دي اراده قدريه. بقول لك هو مش انت شغال مع روتشيلد؟ مش انت ماسوني؟ طب يعني ايه ماسوني؟ رد عليا الله يخليك. طيب هقول لك حاجه، انا هرد عليك بطريقه تانية. هي امريكا مش بيحكمها الماسونيه؟ انت امل حياتك تهاجر لامريكا ليه؟ انت لو عرضوا عليك الجنسيه الامريكيه تروح تعيش في امريكا اللي هي ماسونيه وبيحكمها الماسونيه والكلام ده، توافق ولا لا؟ ده انت هتبوس الرجلين. هي الامريكان لو احنا افترضنا ان امريكا دي بتحكمها الماسونيه، هو المسلمين اللي هناك حد تعرض للمساجد بتاعتهم في حاجه ولا كفرهم وقال لهم اكفروا ولا تعالوا اعبدوا الشيطان ولا تعالوا مش عارف ايه الافلام دي؟ اعتبر يا سيدي بلدك هتبقى زي امريكا. اعتبر يا سيدي بتقول عليه راجل ماسوني، قول يا عم راجل ماسوني، ما فيش مشكله، بس بلدك هتبقى زي امريكا، جنسيتك هتبقى زي الجنسيه الامريكيه، حريتك الدينيه هتبقى زي الحريه الدينيه الممنوحه في امريكا. انت كمسلم في امريكا ده انت اللي بيتحكم عليه بالاعدام من الجماعات الارهابيه يا راجل، بيهرب على بريطانيا وامريكا. طب ما تعيش بنفس الوضع يعني. اخ بس اللي عمال يكتب لي حفل المنوات منشا، لو سمحت بس خلاص انا شفت السؤال هجاوب عليه اوكي، بس لو سمحت لان انت عمال قافل التعليقات كلها بالكامل يعني. فانا بشوف بقرا والله قريتها، معلش اسمح لي يعني، انت غالي وعزيز بس معلش. لا انا بس بوجه زي ما قلت لكم كده، بعيد تاني مره تانية عشان العدد زاد، فعاوز اعيد بوجه رساله للاخ اللي اسمه مغربي ده، الشيخ اللي بتاع الاقصى اللي قاعد في المسجد الاقصى وعمال بس وظيفته في الحياه عماد سعد الله. يعني خف على روح امي شويه يعني، خف على اهلي شويه يعني، ما تقعدش تجمع لنا كل المعلومات الموجوده عني على النت والكلام الفاضي ده اللي عمالين يجمعوه كلهم واحد اوف اوعى عماد سعد الله عنده مشاكل، اوعى عماد سعد الله ده مجرم عالمي، اوعى عماد سعد الله ده مش عارف ايه. كل ده فيك، ولا حد يقدر يجيب ورقه واحده عني غير اللي انا بعرضها بس، وانا قلت الكلام ده. كل ده افلام هندي، وفي عيال بقى مريضه اللي عاوزه تعمل نفسها صيت على حسي كتير جدا يعني، بتوع قنوات تغييب والكلام ده كتير جدا. فانا مش هنزل للمستوى ده. فالرساله بس بقولها للاخ بتاع الاقصى ده، احترم نفسك شويه، مش بحجر على رايك، عبر زي ما انت عاوز، بس ما تقعدش تاخد معلومات قصصات وتنقلها على النت وتقول ده عماد سعد الله، خصوصا انت راجل شيخ في الاقصى في المسجد الاقصى. ده حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي محمد انور السادات، مش الرئيس محمد انور السادات، لا ابن اخوه اللي هو طبعا كل تاريخهم ان هم عباره عن هم اسره السادات، بيسترزقوا بالكلام ده. انت مين سمح لك تتكلم باسم الشعب المصري وتقول لي النخبه دول شويه صيع؟ نخبه مين يا عم؟ ما انتم ضيعتوا مصر، كل واحد ملوش وظيفه. النخبه واحنا النخبه واجتماع النخبه وصفوه المجتمع، وهم دول اللي عباروا عن السياسه. انا رئيس توافقي. مين قال لامك ان المصريين عاوزين رئيس توافقي؟ المصريين عايزين انتخابات حره زي الناس، يختاروا حتى لو عبده بسه. انت مالك؟
انت مالك تختار لهم ليه؟ في حاجه اسمها رئيس توافقي، هنعمل رئيس توافقي ونشوف شخصيه توافقيه سواء بخلفيه عسكريه ومدنيه، لا يروح امك. انت كده بتكرس بقى لمين؟ بتكرس لحكم تاني اللي هو استمرار الدكتاتوريه والغاء صوت الشعب. الكلام ده مش هيحصل ولا في الاحلام، لان صوت الشعب المصري جاي. وافتكروا يا جماعه الناس اللي بتقولوا وانت يا عماد هتفوز ازاي؟ هتفوز غصب عن الشعب؟ مش هفوز غصب عن الشعب، هفوز وباكتساح في نص 2024 وباختيار الشعب المصري اللي هو قراره هيبقى ماشي فوق الجميع، وباختيار الشباب المصري اللي هو هيفهم وهيفهم من اللي بيحصل من تشويه ضد عماد سعد الله وقصه الدجال والكلام ده كله رعب من عماد سعد الله. كل ده رعب وراه شويه امنجيه قاعدين على النت. عماد سعد الله الدجال، عماد سعد الله الدجال، امسك اوعى ده علامات الدجال في وشه اللي شوف بيصور الفيديو بعين واحد. يا عم ده زاويه فنيه، يقول لك بيصور العين بواحد. طب اعملنا عينك الثانيه كده اهي، ادي وش يا حبيبي العوره عيني عوره، اعدل وشك. انت ليه دايما بتصور بجنب واحد؟ وصلنا لقمه التخلف، وصلنا لقمه التخلف. واحد تاني بيدعي انه من القوميه المصريه وعمال طلع يتكلم والاعراب والاعراب. دلوقتي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك عماد سعد الله راسم خطه لاختراق يا حبيبي اختراق قوميه مصريه مين؟ انا اللي صارف عليكم من الالف للياء من 2007. انت يمكن لسه بيبي بس في القصه ما تعرفش. اقول لك الاسماء من ايام محسن لطفي السيد، والقصه دي والصالون الادبي والقصه بتاعتها كلها عارفها يعني، وسامي حرك والمجموعه كلها عارفها بالكامل. اركن على جنب لما تقول ان انت عماد ده جاي يخترق القوميه المصريه. ده انا الرمز بتاع القوميه المصريه يا حاج. انت بتتكلم في ايه انت؟ اركن على جنب. عشان انت سيساوي وطلع يقول لا ازاي القوميين المصريين يتعاملوا مع اسرائيل. يا حبيبي يا حبيبي، وعمال دافع عن السيسي. لو السيسي ما بيتعاملش مع اسرائيل، السادات ما كانش له صداقه شخصيه معاهم وكان معاهم طول الوقت. مبارك، ولاد مبارك مش مشاركين الاسرائيليين، جمال مبارك مش مشارك الاسرائيليين. انت بتتكلم فيها يا عم. يطلع ايدي كوهين اللي هو طبعا له وزن جبار في الميديا، وله وزن جبار. نعيدها تاني عشان الناس اللي دخلت الجديده. له وزن جبار طبعا في الميديا وفي صناعه القرار وفي تحديد الاولويات في اسرائيل. شكرا يا منشا. وتحديد الكلام ده كله. والراجل له رؤيه للاسف غير رؤيه المغيبين الموجودين عندنا في الميديا. طلع قال عماد سعد الله رئيس مصر المقبل، او قال لي برافو كلمه حق يا رئيس مصر المقبل عليا يعني. عماد سعد الله رئيس مصر المقبل. الراجل ما كانش بيقولها مجامله ولا كان بيقول كلمه بيرميها عبثيه. الراجل عارف بصفته خبير في الدراسات الاستراتيجيه وراجل اكاديمي، عارف كويس هو بيقول ايه. عارف ان عماد ده هو رئيس مصر القادم. شاء من شاء وابى من ابى. ما بقولش ابى يعني غصبا عن الشعب، لا، عن الشويه المغيبين اللي يقولوا احنا عاوزين بنوصل لرئيس توافقي الفتره الجايه. محمد انور سلام بتاع حزب البطيخ تحت السلم بيقول احنا هنوصل لرئيس توافقي. مين قال لك ان من حقك تلغي الشعب وتخترع توصل انت والشوات العسكريين ولا غيرهم ولا غيرهم ولا غيرهم لاي شخصيه توافقيه؟ مين قال لك الكلام ده يمشي اساسا؟ الكلام ده انتهى يا حاج. هدخلنا على عصر تاني خالص في مصر. داخلين على عصر تاني خالص في مصر. انتوا شحتوا الشعب، سواء النظام الحاكم او شويه، معلش مش عاوز اقول كلمه غلط، شويه الكرتون المعارضه الكرتونيه الموجودين سواء جوه مصر او بره مصر. هي عباره عن معارضه كرتونيه لا قيمه لها، شويه نفايات بشريه وعمالين يشتغلوا عليها شويه ريسايكليزيشن، الريسايكلينج اللي هي عمليه اعاده تدوير النفايات. دايما الاشخاص المطروحين من نفس النفايات. جمال مبارك ولا احمد طنطاوي، واحد كان بيحكم مصر، رئيس مصر بالفعل. جمال مبارك 10 سنوات، اخر 10 سنين في حكمه كان هو الرئيس الفعلي. جمال مبارك ونظام مبارك طبعا دول الاخوان كانوا عاوزين الشخص ده، ولا احمد طنطاوي دول بقى الناصريين وفرقه الاخ اللي فاز في نقابه الصحفيين، والفتره الجايه بداوا يغنوا بقى اليساريين. اخ يساري بيحلم بقى مع عبد الناصر اللي بنى المعتقلات واللي فشخ مصر حرفيا، واللي قال لك مترو في جيبه 18 جنيه ولاده كلهم مليارديرات دلوقتي، ومليارديرات. بنته داخله نادي المليارديرات، بنته هدى. ويعملوا لك السكان زاهد في الدنيا وكان بنى مصر بالتقشف والفقراء. كفايه اغاني. وكان جوز بنته اشرف مروان الكل عارف قصته كويس وعارف ان هو الملاك اللي اشار اليه الاسرائيليين. بلاش افضح الدنيا وتعيشونا في كذب لحد كذب كتير 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 كذب كتير كتير كتير. وغيبتوا الشعب تماما، غيبتوا الشعب وفصلتوه عن الواقع وشحتوه وخلتوه بينظر اليه كانه جرابيع وكانه مش لاقي ياكل وكانه بقى يشار اليه كانه شعب شحات في العالم كله، وهو اغنى شعب. كفايه الاغاني بتاع انتوا نور عينينا، وكفايه الاغاني ان احنا قد الدنيا هنبقى قد الدنيا. قد الدنيا بايه؟ وصلتونا ان احنا شغالين بوابين وشغالين دليفريه في دول العالم. يا جماعه شغلتوا بناتنا خدامين في عهد مبارك، راحوا اشتغلوا خدامين في السعوديه وفي الخليج. بنات مصر، بنات حتشبسوت ونفرتيتي وكام. فبلاش تطبيل لانظمه فاشله. معايا؟ دخلنا حروب
باسم فلسطين، وفلسطين ملايين ملايين مليارات اتصرفت، واليمن والجزائر وغيره وغيره وغيره. صرفنا ثروات مصر كلها على وهم القومية العربية لدولة لا تنتمي أساسا عرقا للقومية العربية. شاء من شاء وأبى من أبى، دي الحقيقة. 98% من جينات المصريين لا تنتمي أساسا غير للفراعنة. الإخوة اللي بيقول لك القبائل العربية في مصر، القبائل العربية في مصر ثبت جينيا أنهم ينتموا للفراعنة. طب إزاي يا عم هم بيقولوا قبائل عربية؟ مفيش حاجة اسمها القبائل العربية دي كلها بالكامل. قصتها يا جماعة ان جه في فتره من الفترات كل واحد عاوز ينسب نفسه لحد من الصالحين وحد من كافر، كل 90% ينسبوا نفسهم لآل البيت. زي العراق، تروح العراق 99% من العراقيين ان لم يكن 100% حتى الاكراد يقول لك انا من آل البيت. ايران يقول لك انا من آل البيت. الهند المسلمين يقول لك انا من آل البيت. كلهم بقوا ساده، يعني يقول لك اصل سيد من آل البيت. اليمن كلها يقول لك الساده من آل البيت. كفايه يعني بقى، اصولنا مصريه، حضارتنا مصريه، ثقافتنا مصريه. آن الأوان رجوعنا لثقافتنا وحضارتنا. بوجه رسالة للمرة الثالثة للأخ محمد أنور السادات بتاع حزب البطيخ تحت السلم، اللي مانيش عارف اسمه حزبه إيه ومجهول أصلا، والناس ما حدش يعرف حتى مين هو. حضرتك إذا كنت بتعمل صفقة أو تطبق حاجة فبأكد لك إنها مش هتمشي، لأن المرة دي مختلفة يا أخ محمد أنور السادات. أنت والشلة اللي هم بيقول لك عليهم النخبة اللي حواليك معايا، شلة النخبة دي معلش تلفهم وتحطهم في مكان تاني. مفيش حاجة اسمها نخبة خالص. الشعب المصري هو من يعبر عن ذاته، يعبر عن نفسه، مش محتاج أوصياء، مش محتاج ناس تعبر عنه. تمام؟ حتة الإخوة بس برد تاني برضه عشان الناس عمالة تزيد في البث. حتة اللي بيقول لك الماسونية، هقول لك يا سيدي بلاش هدافع عن نفسي ولا حاجة، أنا مش تهمة ولا حاجة. هقول لك اعتبرها حكومة هتيجي يا عم حتى زي بتاع أمريكا. مش أنت بتقول أمريكا بتحكمها الماسونية؟ ده أنت بتموت عشان تاخد فيزا لامريكا، بتموت. يعني لو قالوا لك النهارده هتعيش في امريكا هتبوس ايدك وش وظهر، هتصلي ركعتين شكر لله. لو انت قالوا لك هتعيش في امريكا، امريكا دي بيحكمها، افترض ان بيحكمها الماسونيه يا سيدي، هيبقى عندك نفس النظام ونفس الفلوس ونفس المستوى ونفس الكفاءه ونفس القوه العسكريه ونفس القوه التجاريه ونفس القوه الماليه ونفس الضمان الاجتماعي ونفس كل حاجه معايا. فحاجه غريبه جدا. يعني النهارده يقول لك اصل دي ماسونيه هيجي يلغوا لنا الدين. ليه المسلمين اللي في امريكا لغوا لهم الدين؟ ده المسلم اللي في امريكا واللي في بريطانيا بيمارس دينه بحريه عن اللي في البلاد الاسلاميه. انت بتتكلم ازاي؟ اللي بيتحكم عليه من الجامعات الاسلاميه بالاعدام ولا اي حاجه في دوله من الدول الاسلاميه بيهرب على بريطانيا ولا امريكا. ما لغوش دينه ليه؟ ما حاولوش ليه يعبد الشيطان؟ اوعى هيخلوه يعبد الشيطان يا جماعه. ايه بالكلام ده؟ كبر مخنا. العالم دي مش عاوزينكم تشبعوا. عماد سعد الله عمل لهم رعب. عماد سعد الله عمل رعب في اسبوع، من اول اسبوع دخلت فيه من اول فيديو اللي هو مدته دقيقه والتاني اللي مدته دقيقه، اتقلبت الدنيا خلاص بقى حديث المدينه عماد سعد الله. ليه بقى؟ الراجل ده جاي، هو انا رعبتهم لكن هم عاوزين يرعبوا الشعب مني. فده المعادله فاشله، لان قدامنا سنه و3 شهور تكون القصه اتغيرت تماما. عماد سعد الله باكد لكم رئيس لمصر 2024 بعلمها الاحمر الفرعوني وعنخها الذهبي الفرعوني مرفوع في سماء مصر، مرفوع فوق الهرم. انا جاي للشعب عشان الشعب يعيش بكرامه، عشان الشعب يعيش بكرامه ويبقى له وزن، بيبقى له وزن. طبعا في ناس كتيره جدا معانا على البث مش مصريين اصلا، عمالين طبعا يهاجموا والكلام من ده. انا لا اعتد بذلك، انا حديثي لابناء وطني، لاخواتي المصريين واخواتي المصريات الموجودين، للناس اللي كانت رجلين الفراخ، للناس اللي جاعت، للناس اللي اتعرضت، للناس اللي اتبهدلت، للناس اللي اتسرقت واتنهبت ثرواتها. انا معاها. معايا بوجه خطابي للمره الرابعه للاخ محمد انور السادات اللي هو ابن اخو السادات اللي عمال يتاجر باسمه. الاخ ده بقول له انت بلغت من الكبر عتيه، خلاص اترك لك حاجه للشعب المصري يفتكرك بيها. حكايه وصيتك انت وشله من تسموهم النخبه السياسيه في مصر على الشعب في نيتو بح، ما عادش الكلام ده. معايا؟ انا بحلم، ايوه انا بحلم، ايه المشكله؟ ما انا بحلم، ما هي بدايه الحقيقه حلم وبدايه المستقبل حلم، ما كل شيء بدا بحلم، ايه المشكله؟ انت هتحجر على حلمي؟ بحلم ان مصر تكون كده، بس باكد لك ان الحلم بتاعي واقع. معايا؟ بقول لك ان انا جاي. تمام؟ ناس شافتك في الرؤى والاحلام، الاف الناس شافوني في الرؤى والاحلام عبر العالم ولا اكذب احد، لان الموضوع ده اصلا سبق ان يتقال لي حتى قبل موضوع الاخ الصحفي اللي هو نشر الموضوع، اتقال لي كتير، فانا لا اكذبه نهائيا يعني. موضوع حسابات الارقام والحروف تثبت فتى الشرق العظيم الموجود في سفر اشعياء وفي الكلام ده، وموجود في سفر الرؤيا. الحاجات دي كلها احنا اتناقشنا فيها قبل كده، ده كله ثابت اساسا يعني مش محتاجه كلام.
والاخ السلفيات اخ شرحها بالارقام بالحروف وبكل حاجه، لكن للاسف هو شايف الشخص ده هو المسيح الدجال يعني. لا اطمن ما تقلقش، سان دييجو اطمن ما تقلقش. يا جماعه احنا قلنا البرنامج بتاعنا قايم على نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى زي ما احنا قلنا قايمة على الهوية، لأن الهوية المصرية مسخت تماما ومقصودة عشان يفقدوك ذاتك وقيمتك وكيانك، فيحولوك من ملك بتحكم العالم لمساح جوخ وخدام في الدول. ازاي يحولوك لخدام في الدول وانت عارف تاريخك وعارف انك نسل الفراعنة ونسل الملوك وانك سليل 30 أسرة حكمت العالم؟ لازم يحولوك لمسخ، ففهموا ان جدودك لا ده كانوا شباب بدو وكانوا كذا وكانوا كذا ومسحوا تاريخك، انت مالكش تاريخ خالص. معايا؟ دي نقطة الهوية. لو رجعت لك هويتك هتختلف، لانك هتعرف قيمتك كويس، هتعرف تاريخك كويس، تعرف ان انت حضارتك جدودك سايبين لك كنز، لو فتحت الكنز ده هتحكم العالم. معايا؟ اما بالنسبة للحاجة التانية هي الادارة، مفيش ادارة خالص، مفيش ادارة. اخ بيسأل بخصوص المهمشين الدينيين، مفيش حاجة اسمها مهمشين دينيين في عصرنا، كل واحد حر، تعبد الحجر تعبد الشجر، انت حر ما تدخلش في دينك، تبقى مسلم ما تبقاش مسلم ماليش دخل انا، اهم حاجه ما تاذيش حد في المجتمع، ما تفجرليش، ما تعمليش مشاكل بس. لكن غير كده انت حر، يعني انا هعمل لك ايه يعني؟ انت حر، انت مؤمن بالاسلام انت حر، مؤمن بالمسيحيه انت حر، باليهوديه انت حر، بالهندوسيه بالبوذيه انا مالي، بهائي كذا كذا ملحد انا مالي اساسا بدينك. الدين عباره عن فكر، يعني انت اؤمن بيه انت حر، ما اقدرش احجر عليك، يعني ما اقدرش اميزك عن واحد تاني، انت ليك حقوق وعليك واجبات، زي ما عليك واجبات في المجتمع يجب عليك انك تحترمها، ليك حقوق يجب علينا احنا نحترمها كحكومه. انا مش جاي يا جماعه لمصر الحاليه، مصر الحاليه هي بحدود سايكس بيكو، انا لا اعترف بحدود سايكس بيكو نهائيا، انا لا اعترف بحدود رسمها لي الانجليز والفرنسيين والطليان وغيرهم، انا اعترف بحدود مصر الفرعونيه. حدود مصر الفرعونيه تمتد من غزه الى ابيار حسونه غرب سرت، يعني هنقول من غزه لسرت، يعني بعد سرت كمان ابيار حسونه، من الشرق من غزه غربا لحد ابيار حسونه غرب سرت، وشمالا من اسكندريه لحد الشلال الرابع بعد الشلال بعد مروي، فاللي هي تبع للاسف تبع السودان حاليا، هي دي مصر الفرعونيه. عشان كده يجي لك سوداني زي ما قلنا البث اللي فات يقول لك ايه ده، عندنا اهرامات اكتر. اهرامات مين يا بابا؟ عندك اهرامات في الخرطوم في دارفور في كردفان، عندك اهرامات كلها في الولايه الشماليه لانها جزء من مصر الفرعونيه اساسا. المنطقه دي حكمت مصر، خرج من دنكله الاسره ال 25، وخرج من بنغازي اللي هي مصريه برضو الاسره ال 22، فالمناطق دي فرعونيه بامتياز، بالعكس كان منها اسر ملكيه كمان. فدي حدودنا. اما نيجي نتكلم بقى على مصر الحاليه، المربع الصغير الموجود دلوقتي ده مصر سايكس بيكو، لا اعترف بالحدود دي اساسا. مشروعنا اقامه مصر الفرعونيه تحكم العالم، ترجع لاصولها، ترجع لتاريخها، ترجع لمنهجها الطبيعي زي ما قلنا كده. حكومه مصر الفرعونيه تحكم مصر كلها كحكومه عالميه، من مصر يقام حكومه عالميه تحكم العالم كله. يقول لك حكومه ماسونيه، يا عم ماسونيه مش ماسونيه اركن على جنب الله يخليك، اعتبر يا سيدي انك هتعيش في المستوى اللي عايش فيه الامريكان والمستوى اللي عايش فيه الشعوب الراقيه، ده افضل لك. ولا نقعد نغني اصل الناس دي هتلغي ديننا، يا قلنا يا جماعه طب ما الامريكان ما لغوش دينك يعني لما انت مسلم وعشت عندهم، ما انت مسلم وعشت عندهم ما لغوش دينك ليه؟ عاوز افهم يعني، ما حدش يتكلم على دينك ليه؟ في امريكا حد جه قال لك لا اعبد الشيطان؟ ما حدش قال لك الكلام ده خالص يعني. طبعا اللي شغال على النت ده كله عباره عن حرب اشاعات، العالم دي مش غرور بس حرفيا يعني حصل لهم رعب من اول ما عماد نزل، وهم حصل لهم رعب لانه عارفين عماد كويس مختلف، عماد فعلا مختلف. عماد له قراطيس اللب اللي هي الكرتونيه اللي بتترشح قصادهم، ولا شويه الحراميه اللي هم كانوا بيقسموا معاهم. انا ما سرقتش ايديا بيضه الحمد لله اها. حاولوا يشوهوا تاريخي ويقول لك ده الراجل ده عنده مشاكل فين يا عم، ويرجع من ناحيه ثانيه يقول لك ده الخليج بيدعمه. يعني مره يقول لك ايه ده هو عنده مشاكل في الخليج وكان عنده مش عارف ايه، وشوف اوعى شوف الاوراق اللي احنا حصلنا عليها، اوعى الوحوش. افلام هندي كلها طبعا كانت من تاليف واخراج احد المواقع التكفيريه اللي هو اسمه المرصد الاسلامي، ده كله فيك مفبرك من 2008 و2009. ايام مبارك ايديا بيضه اهي مفيش فيها جنيه واحد ولا قرش واحد خدته من المصريين، لا انا جمال مبارك ولا انا النظام الحالي ولا الاشكال دي. ضميري صافي تجاه كل مصري، مش من المعارضه الكرتونيه.
لا حد يقدر يتهمني ان انا ارتزقت من دوله، لا اشتغلت تبع كذا ولا تبع كذا، لا كنت تبع الفصيل ولا تبع الفصيل. احنا البديل الثالث زي ما قلته، احنا جاي عشان نحرر مصر من القرف والجوع والقحط اللي هي فيه. جاي بالدرجه الاولى، هيقول لك بيغني على الناس، لا ما بيغنيش على الناس. جاي بالدرجه الاولى عشان الفقراء واليتامى والارامل والمطلقات. حرام، حرام بجد، حرام بجد، حرام بجد. انا جاي للشعب الغلبان اللي امتحن وطلع روح اهله الفتره دي كلها. انا جاي عشان الشعب ده، مش جاي لا انا محتاج منصب. وبقول لكم بصراحه انا جاي محتاج منصب للتغيير، مش محتاج منصب ليا كشخص. محتاج منصب عشان اقدر انفذ الايديولوجي اللي انا بؤمن بيه، الفكره اللي في دماغي. افرح لما اطلع باسبوري واقول ده انا راجل مصري، مش اخجل واخبي باسبوري ان انا راجل مصري. ما اقول انا مصري ارفع راسي زي ما انا كنت كاتبها، اخفض راسك فانك في حضره فرعون مصر. الشعوب التانية تقابلنا باحترام تنحني قدامنا، لكن ان احنا نيجي المصري يبقى شغال بواب في الدول، المصري يبقى شغال دليفري يشيل الكيس لجنسيات معلش سوري يعني. احنا ده مش احنا ده. انا جاي لعزه وكرامه الانسان المصري ولرقي الانسان المصري. انا مش طالب استئذان من اي قوه سياسيه ولا اي قوه موجوده في داخل مصر ولا اي مؤسسات داخل مصر عشان اترشح. انا مش طالب استئذان، انا بمارس حق الدستوري وحق القانوني، ولا اقبل مفاوضات مع اي جهه للتنازل عن اللي في دماغي. معايا انا بشير كويس جدا، قرارنا نهائي وعماد سعد الله جاي 2024 رئيس لمصر في منتصف العام. حاجه تانية ردا بس عشان الناس اللي دخلت، حد تاني كتب لي موضوع ايدي كوهين. اشاره الرجل الاكاديمي المعروف الشهير في اسرائيل اللي هو ايدي كوهين ليا بان رئيس مصر المقبل الرجل لم يكذب. سواء البعض فهمها ان ده دعم من اسرائيل ليا او مش دعم لاسرائيل ليا، الراجل فهمها لانه قاري الموقف كويس وعارف التوجه العام هيبقى ماشي ازاي الفتره الجايه، عارف ان عماد ده هينجح وعارف ان عماد ده هيبقى رئيس مصر 2024. فايدي كوهين الاكاديمي والكاتب والاستراتيجي والسياسي والوزير المفروض كان يبقى وزير في اسرائيل، اللي كاتب برافو كلمه حق من رئيس مصر المقبل، هو لم يكذب. يعني زي ما قلت لكم انا عندي يقين ان انا رئيس مصر المقبل 2024. على فكره باختيار الشعب. هتقولوا باختيار الشعب، احنا قدامنا سنه و3 شهور هتشوفوا ايه التغييرات اللي هتحصل فيها، تغييرات جذريه في كل شيء. المؤامرات اللي شغاله عليا على النت وشغاله او عماد سعد الله الدجال جاي، يعني شيء غريب، شيء غريب جدا. يعني كأن بقى ايه، وشوف يا عم واصور مثلا الفيديو كده يقول لك اعدل وشك عاوزين يشوفوا العينه الثانيه. تغييب كامل للشعب. عماد لا، ده عماد ده عنده مشاكل الدنيا والاخره، وفي نفس اليوم منزلين فيديو تاني ده عماد مدعوم من الخليج من الامارات ومن السعوديه، وفي نفس الوقت ده عماد عنده مشاكل في الخليج. ما ترسلنا على بره عندي مشاكل ولا مدعوم من الدول دي ولا ايه بالظبط؟ يعني انا عاوز افهمها، يعني انا مش عارف انا توت مني زي ما بيقولوا، مش كده يعني. انا جاي اغير مجتمع للاسف بقت الام المثاليه مش المثاليه في عبده، ومجتمع بقى رمز الشباب الناضج الناهض حمو بيكا، وبقى خبيزه وبقى مش عارف مين وكزبره وحديق. ايه ده يا اولاد الفراعنه؟ عيب. احنا مش كده، احنا ارقى من كده واكبر من كده واعظم من كده. احنا امه علمت العالم القراءه والكتابه، امه علمت العالم الطب والهندسه والفلك وكل حاجه. احنا امه علمنا العالم كل حاجه، العالم ده كله مدين لنا بالفضل. العالم ده المفروض فعلا لما يدخل اي غريب على المصري تقول له اخفض راسك فانك في حضره فرعون مصر، منا تعلمت العلوم. نقطه عاوز اقولها بس، الاخوه اللي عمال يقول لك الفكر التنويري واليهود، والاخ اللي كان بيقول لك ده الراجل ده شكله كده اصغر من سنه لانه بيشرب دم اطفال كل يوم، حاجه تضحك يعني. ده نكت كتيره وباكل عيال صغيره وبتاع، بقى مسوني بقى. العالم دي بقول لهم انتم مغيبين يا جماعه، انتم مغيبين. الفكر التنويري بدا في مصر، الفكر التنويري اللي بيه مصر سادت العالم، والفكر التغييبي اللي هو شغال عليكم دلوقتي هو ده اللي ضيعكم. خليكم معايا ثانيه واحده. سوري يا جماعه. فبقول لكم ما تخلوش حد يضحك عليكم، سيبوكم من الافلام الهندي اللي شغاله عليكم دي. ده عماد ده مسيح الدجال، اوعى الوحش جاي،
ومش عارف ايه الكلام ده كله محاولة لتغييب الشعب، عاوزين يغيبوا الشعب تماما، مرعوبين 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 ان حد يكشفهم. ان انا جاي كشفت العالم دي يا جماعة، انا كاشف العالم دي كويس. اتفضحوا، العالم دي لسه في الحملة الانتخابية ما تبدأ هتتفضح تماما تماما، هتبلكوا حقيقتهم المرة. يعني العالم دي جوعوكوا وشردوكوا، لسه 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 حاجات كتيرة. يعني انا بظبط بس زاوية الإضاءة لان الوقت دلوقتي ما بين النهار والليل يعني معايا. فسيبوكم من الاشكال دي، خلينا كده نحاول نبني مصر القوية، مصر العظيمة، مصر الراقية، مصر المتحضرة، مصر اللي قايمة على العلم، مصر اللي تحكم العالم. طيب سؤال، هم العالم دول هيساعدوك وهتسقط الديون ازاي؟ بصوا يا جماعة، احنا مشكلتنا كلها ان احنا مش متفقين او متسقين مع الاقتصاد الدولي ولا المنظومة العالمية. احنا ماشيين عكس التيار، احنا متخبطين. يعني في مصر، مش احنا، انا بتكلم على الاخوة اللي بيحكموا دول، انا مش تبعهم خالص. يعني للأسف احنا مرة نشتم في قطر ونهين في قطر وفي كذا وموزة، ومش نشتم في الأب والأم وكله، وشوية بنبوس إيدين قطر، شوية بنطلع السعودية السماء، وشوية نشتم في السعودية كأنها خلاص عشان بس عاوزين يعرفوا فلوسهم راحت فين اللي اتسرقت. شوية الإمارات حلوة جدا، شوية لا ده الإمارات بتدعم عماد سعد الله ضد السيسي. شوية احنا مع الصين وروسيا، وشوية مع البطيخ. ما فيش سياسة، احنا سياسة السبوبة هي اللي شغالة عندنا، فده وقع صورة مصر تمام. انا جاي بقى مش كده خالص، انا جاي اتفق مع السياسة الدولية، السياسة العالمية. العالم كله المتحضر يعني عبارة عن كيان واحد، مش ماشي في الاتجاه خالص اللي بنتكلم عليه ده، ماشي في اتجاه تاني متحضر وراقي. فانا هكون جزء من المنظومة الدولية، مش هكون جزء من المنظومة الدولية، لا انا اللي هقود المنظومة الدولية وانا اللي اتسيد المنظومة الدولية. في نقطة بس عاوز اقولها كويس، موضوع عماد سعد الله ده هل هو بالون اختبار؟ يعني كوميديا جدا. عماد سعد الله ده بالون اختبار؟ لا يا حبيبي، انا بقول لك لا انا بالون اختبار، ولا انا جاي بجهز لواحد تاني، ولا انا جاي مقدمه لمجيء الدجال الاكبر، ولا انا جاي عشان بعد كده المنظمه الدوليه اللي المفروض الماسونيه حسب ما بتقولوا يعني هترشح واحد تاني. لا انا اللي مترشح، انا اللي جاي، وانا اللي هرأس مصر، وانا اللي هرأس الحكومه العالميه. جميل. في 2024، في منتصف 2024 والايام بيننا. انا مش بألف قصص او بعيش في اوهام واحلام. الناس اتفاجئت، كانوا فاكرين عماد ده واحد داخل يهزر. في خلال يومين ثلاثة، هي فيديو دقيقة أو فيديو دقيقة، العالم كله اتقلب. لأول مرة في التاريخ في العالم، مش في مصر بس، لأول مرة في تاريخ العالم واحد يعمل اللي حصل ده كله على الإنترنت بفيديوهين كل واحد دقيقة. تتقلب الدنيا، وتحليل شخصيته، وتحليل ملامح وجهه ومناخيره وعينيه ومش عارف ايه، واجتماعات، مؤتمرات في اليمن، ومؤتمرات في الجزائر، ومؤتمرات في البتاع، والشيخ بتاع المسجد الأقصى يتكلم عليه في الدرس، يعمل دروس دينية عشانه. ما حصلش الكلام ده خالص في تاريخ العالم كامل، ولا الحركة دي حصلت خالص. اي حد يقول انها حصلت كذاب، لم تحدث نهائيا. الرعب ده كله لانهم عارفين. جه اكد لهم بقى الوضع لما جه ايدي كوهين طلع لهم قال لهم عماد سعد الله رئيس مصر القادم. الراجل ده مدعوم من اسرائيل. طب وانت مدعوم منين؟ مين اللي ضمنك؟ انت واخد القروض منين؟ من صندوق النادي اللي هو ملوك اليهود ولا لا؟ مين اللي ضمنك؟ مين العضو الرئيسي في نادي باريس للدائنين؟ مش اسرائيل؟ اسرائيل عاوز تيجي تحتل مصر. تحتل مصر مين يا عم؟ يا عم تيجي تحتل مصر مين؟ سيبك من الغيبوبه اللي ضحكوا عليك بيها دي، ولا عاوزين يحتلوك، عاوزين يبقى عندك اصلا. اللي بيحكم العالم اقتصاد يا بابا، اقتصاد. سيبك من احتلال الارض والجيوش والغزوات ما عادش الكلام ده. انت بالاقتصاد بتخضع اجعاصها دوله. فوق شويه، فوق شويه. هم خايفين من عماد سعد الله، مرعوبين من عماد سعد الله، لان عماد سعد الله الوحيد اللي مختلف. عماد سعد الله مختلف، لا هو من الشله القديمه. لا هو جمال مبارك سرق في الشعب ونهب في الشعب وطلع ميتين ام الشعب لمده 10 سنين، وهو شلته احمد عز. ولا احنا شعب بينسى؟ اصل انا شعب غلبان شويه، وبيعتمدوا على ان احنا شعب برياله ولا ايه بالظبط؟ حد ناس اللي عملوا جمال مبارك في الشعب ده اخر 10 سنين دول شرب الشعب من المر، هو احمد عز والشله اللي معاه. نهبين البلد رسمي رسمي. بننسى ولا ايه؟ مرعوبين طبعا، لان العالم دي كلها هنكنسها. العالم دي هتتكنس بما فيها المعارضه الكرتونيه دي. العالم دي مالهاش مكانه في الدوله الجديده، ما لهمش مكانه بما فيها المعارضه الكرتونيه. المعارضه الكرتونيه اللي حاطينها زي الاخ محمد انور السادات اللي عمال يكرس لفكره اختيار بديل. اختيار مين يا روح امك؟ هو احنا جايين نختار؟ انتوا جايين تختاروا؟ تختار مين؟ انت صفتك عشان تختار بالنيابه عن الشعب؟ عاوز افهم يعني صفتك ايه؟ في شعب له حق الاختيار وله حق الانتخاب وله حق كده.
يعني كل واحد معلش سوري، يعني انت تعيش على قدك، اتكلم على قدك. باي صفه بتقول هنجتمع على رئيس توافقي؟ واحنا فين في جمهوريه بابوزيا؟ ما تركن يا اخ، فيه انتخابات وفيه الشعب يختار، حتى لو جاب مين، جاب سلومه الاقرع، الشعب هو حر فيه، انت مالك؟ لكن اصل احنا بنجتمع على رئيس توافقي وانت لسه عايش في دول جمهوريه الموز. مصر اكبر من كده يا كابتن، والله مصر اكبر من كده، صدقني مصر اكبر من كده. قلت والله عشان الناس بس اللي بيقول لك ما بقولش والله. معايا؟ يعني حاجه غريبه جدا بصراحه. شويه صيع بيسموا نفسهم النخبه. نخبه مين يا عم؟ نخبه مين يا عم؟ يا عم بطلوا استرزاق على اسم الشعب المصري الله يخليك، وعيشوا على قدكم، عيشوا على قد مكانتكم وعلى قد شعبيتكم. ما حدش يعرفكم في الشارع اصلا ولا يعرف احزابكم الكرتونيه. انتوا كرستوا للحكم العسكري الموجود في مصر حاليا، وعاوزين تكرسوا كمان للي جاي، وعاوزين تظبطوا الحاجه اللي جايه تبقى سبوبه. كلكم تملكوا مزارع وفلل وبيوت من مال الشعب المصري. كفى كذبا وخداعا الشعب المصري. ما ينفعش خالص يعني، فده كله كلام فاضي يعني. لا ما تخافوش من مكر العصابه، ما يقدروش يعملوا حاجه، ما يقدروش. تغيير قادم يا جماعه، انا بقول لكم التغيير قادم. شاءوا ابوا التغيير قادم. الشعب هيحكم نفسه، الشعب هيملك ثرواته، هيملك مقدراته، هيملك حقوقه. فسيبكم الكلام الفارغ والشويه الامنجيه اللي قاعدين على النت سواء في سمعه عماد سعد الله. كل مرعوب من عماد سعد الله، الاشكال دي مرعوبه على فكره. يعني انتوا لاحظوا حاجه، حتى الان الاخوان لم يعلقوا على عماد سعد الله تعليق واحد بس، هو مع ان مشروعهم بتاع جمال مبارك فشل. القنوات الفضائيه رغم ده جابوا حديده في التلفزيون المصري يا جماعه، جابوا حديده وجابوا قبل كده كشري في التلفزيون المصري. عماد سعد الله اللي قالب الدنيا دي كلها ما فيش كلمه واحده عنه خالص، لا في التلفزيون المصري ولا في المعارضه. سايلنت، رعب داخلي. انا عارف اللي بيتنقل لي اللي جاي، انا ليه برضه ناسي. كله رعب، عايشين في حاله من الرعب. ليه؟ خايفين يخبطوا وفي نفس الوقت خايفين يتكلموا. حاله من الذهول، لان الشخص ده نزل عليهم بالباراشوت كده، شخص مش متوقع. هم شله كلها عاملين زي تدوير النفايات. عارفين تدوير النفايات؟ ريسايكلينج او ريسايكلايزيشن، بياخدوا كده النفايات ويدوروها، واعاده تدوير النفايات، نفس المبدا كده هم شغالين بيه الحكومه والمعارضه. نخبه مين يا روح امك انت وهو؟ شويه ضلاليه موجودين عاملين نفسهم معارضه وهميه كرتونيه، قالوا دول بقى بيتحدثوا باسم الشعب المصري. طب ما هو انتوا سبب كوارث الشعب المصري كله، انتوا سبب كوارث الشعب المصري كله باي صفه؟ عشان بس يظهروا قدام الغرب وقدام الدول المتحضره ان في معارضه قعدت مع المجلس العسكري ومع الحكومه المصريه ومع السيسي وتفاوضوا ووصلوا لحل توافقي. ما فتح مخك معانا يا استاذ، جاي انت ارتصوا الشعب. مين اداك يا محمد انور السادات انت بتاع حزب مش عارف الكنبه ولا حزب تحت السلم ده؟ مين اداك سلطه انك تتكلم بقى باسم الشعب؟ مين اداك سلطه ان انت اصلا تقول عاوزين رئيس توافقي؟ مين قال لك؟ مين قال لك ان ده هيمشي اساسا؟ بطل تكريس للدكتاتوريه، كفايه بقى لحد كده، بطل. الشعب المصري مش جزء كبير من الشعب المصري. بص احنا لسه باقي سنه وثلاث شهور، سنه وثلاث شهور دول احنا بقالنا اسبوعين يا جماعه، ده الثالث بادئين لسه في الكلام بتاعنا. انا ما بداتش الحمله الانتخابيه حتى الان. اللي انا فيه ده كله عباره زي ما نكون كده بنحط زلط بنفرشه قبل ما نبدا الاسفلت بتاع الطريق اللي هنمشي عليه. يعني حتى ما سفلناش الطريق اللي نمشي عليه، يعني حاطين شويه زلط هنحط عليه لسه اسفلت وبعدين نمشي عليه. لسه الطريق بتاعنا حتى ما تسفلش، يعني احنا لسه ما بدأناش الحمله الانتخابيه. ورعب بفيديوهين كل فيديو دقيقه، جالهم اسهال. هننجح، هننتصر، الشعب ده هيعيش بكرامه شاء من شاء وابى من ابى. الشعب ده هيعيش بكرامه شاء من شاء وابى من ابى. هيقول لك المسيح الدجال، يقول لك ابو رجل مسلوخ، هيقول لك بيفطر على عيال صغيره. اهلا وسهلا يا عم، الراجل ده ماسوني. مفيش مشكله يا عم، انا ماسوني يا عم، ايه المشكله؟ ايه المشكله يا سيدي؟ ما انت بتروح لما بيتحكم عليك في اي حكم بتاع الجماعات الاسلاميه ولا بتاع بتهرب في امريكا اللي بتحكمها الماسونيه وفي بريطانيا اللي بتحكمها الماسونيه. جاء على مصر بقى وتقول لك الماسونيه جايه تلغي الاسلام. طب ما لغتش الاسلام ليه في بريطانيا ولا يا راجل؟ ده انت في برمنجهام يا راجل، برمنجهام تاني مدينه في بريطانيا لغوا كلمه الكريسماس عشان بقى في عدد كبير من المسلمين في المدينه، مراعاه لمشاعرهم، وسموها ميد وينتر داي، يعني يوم منتصف الشتاء، مراعاه لمشاعرهم يا راجل. يا راجل ده انت اول دوله اعترفت بكسوف في العالم امريكا يا راجل، اللي هي الماسونيه اللي انت بتقول عليها دي، وانت قاعد تهرش في لا مؤاخذه يعني. ما تتكلم على قدك. انت قول لي دورك ايه كده في البوسنه؟ امريكا هي اللي محرره البوسنه وهي اللي سحقت بوتين اللي انت بتطبله دلوقتي. بوتين هو اللي كان الداعم الرئيسي للصرب بالاسلحه وبالمال والعتاد والجنود والتدريب ضد البوسنه.
اللي دافع عن البوسنه وضرب الصرب وضرب الروس هو اصلا الامريكان. ما تتكلم على قد اللي هم بقى اللي حضرتك بيسموهم ماسونيين يعني. ما لغوش الاسلام ليه في البوسنه، ولا لغوه هنا ولا لغوه هنا؟ ما تفوقوا شويه، بطلوا بقى نظريه اللي هي ايه، ان العالم دي كلها الامريكا عاوزه تدمرنا. امريكا دوله حضاريه، الانظمه المتخلفه هي اللي فهمتك الكلام ده، بحيث ان امريكا دي دوله وبتكرهك ومش عارف ايه وبتخطط ضدك، بحيث ان انت في الاخر تبقى دايما كاره امريكا وكاره التغيير الليبرالي الحر وكاره الديمقراطيه والحريه، تبقى كاره النموذج الامريكي، تبقى كارهه. امريكا تبرعت ب 200 مليار دولار، 200 مليار دولار ميزانيه دوله لعلاج العمى النهري اللي اصاب المسلمين في دول جنوب الصحراء، في مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، دول كلها غالبيتها الساحقه من المسلمين. لم يتبرع مسلم واحد بجنيه واحد او دولار واحد لعلاج المسلمين المصابين بالعمى النهري في دول جنوب الصحراء المسلمه. امريكا شركات ميرك شارب، شيرينجان بلاو، الشركات دي كلها شركات امريكيه وغيرها وغيرها وغيرها، اتبرعوا بما قيمته عبر المشروع اللي عملوه للعلاج ب 200 مليار دولار، عالجوا من خلاله 50 مليون شخص مسلم مصاب بالعمى النهري في دول جنوب الصحراء. لم يتبقى منهم الان الا 5000 شخص حالات مستعصيه. فينك انت بقى كدول اسلاميه؟ انت بقى دورك في البوسنه كان حاجه واحده، اخواتنا في البوسنه، اخواتنا في الله، هاتهم نتجوزهم. والامريكان كانوا بيدافعوا عن اخواتك في البوسنه وحرموا واعترفوا بيهم، واول دوله في العالم اعترفت بكوسوفو هي امريكا. فلما تيجي تقول الماسونيه اصل امريكا ومش امريكا، لا. ما تيجي تقول لي لا، انت عايش كرجل لما بيتحكم عليك، انت بتاع الجماعات الاسلاميه اللي عمال تشتم في عماد ده، وتخوف من الماسونيه، بتحكم عليك في اي حكم بتروح تلجا في دول اوروبا ودول امريكا اللي بتحكمها الماسونيه حسب كلامك يعني. عماد بقى هيجي يعمل المحفل الاكبر وانت مرعوب قوي ان عماد ده الماسون الاكبر بتاعه. يا سيدي اعتبرني كده، اعتبرني كده، ايه المشكله؟ بس هتعيش بكرامه، هتعيش في مجتمع زي مجتمع امريكا. وحش انك تعيش في مجتمع زي مجتمع امريكا؟ بعمل لك ضمان اجتماعي وصحي وكل حاجه، بعالجك مجانا، باكلك مجانا، بكسيك مجانا، ليك بدل بطاله، عايش في مستوى مختلف خالص، بدل نظام الشحاته اللي احنا عايشين فيه ونتسول من كل الدول الكبيره والصغيره. تمام؟ اوكي مش مشكله. سان جيرمان ظهرت بشكل سان جيرمان، اعتبرني سان جيرمان، اعتبرني عشتار، اعتبرني زي ما تعتبر. انا مسمي نفسي فتى الشرق، اعتبرني زي ما تعتبر، بس انا جاي اغير لك وضعك، اغير المجتمع، اخليك فوق. تمام؟ اخليك تحكم العالم، بدل ما انت حكم العالم من امريكا، انا هحلك حكم العالم من مصر. طمعانين في مصر عشان الكنوز والاسرار، انا طمعان احكم في مصر عشان الكنوز والاسرار اللي في الهرم، بعترف لك عشان الاسرار اللي موجوده في الهرم واللي موجوده في مصر واللي موجوده في كذا، مش هنقدر نحكم الارض والمجره كلها الا لما نوصل للاسرار دي. وانا يا سيدي بقولها لك عاوز اوصل للاسرار دي. انا عاوز اوصل لاسرار الهرم الموجوده اللي سايبها لي جدودي، ودي حقي، ما ميراثي، ما قدام ميراثي ان انا احكم بيه العالم. الاسرار تخليني ادخل المجرات، بدل ما يجي لي انا هنا كائنات فضائيه تغزوني، انا اللي هغزو المجرات يا عم. جدودي علموني كده وتركوا لي الميراث ده، ايه المشكله اما استغله واغزو العالم واغزو المجرات؟ يعني ايه المشكله؟ عاوز افهم يعني ايه المشكله اما اغزو العالم؟ يعني عيب ولا حرام يعني اما اغزو العالم بعلم جدودي تركوه لي؟ لا، السيسي مش مزاجه، ده اراده شعب واراده امه، معلش، اراده الامه المصريه، واراده الامه المصريه فوق كل اعتبار، فوق كل حاجه. نكشف احنا الاسرار دي واحنا نعرف يعني المفروض انا اعرف، بس غالبيه الناس للاسف في مصر مغيبه، مفاهمينهم ان الماسون دول ولا غيرهم جايين بقى عشان يشربوا دم العيال الصغيره ويغيروا دينكم ويلغوا الاسلام ويلغوا مش عارف. يا عم ما تؤمن يا عم، ما امريكا بيحكمها الماسونيه وبريطانيا بتحكمها الماسونيه زي ما انتم بتقولوا، ما شفناش حد في المسلمين غير دينه يعني. ما جوش لواحد مسلم قال له هتغير دينك ولا هنفشخك، ما فيش الكلام ده. ما عايشين بحريه، حتى بتوع الجامعات اللي عاملين يكذبوا طول النهار دول ما عايشين هناك لاجئين يا جماعه. مش شويه بقى نعقل شويه، عيب بقى نعقل ونحترم نفسنا كده وبلاش الاشاعات والكلام المغرب ده. لا، الجيش ما ينفعش يحكم اي دوله راقيه، ولا في دوله راقيه في العالم بيحكمها جيش. ما تقولش احنا شعب مختلف ونحكم بالحديد والنار، لا يا روح امك، احنا عملنا اول تجربه ليبراليه في العالم في بدايه القرن العشرين، كنا اول دوله ليبراليه وملكيه دستوريه في العالم. فما نقعدش تقول الشعب المصري ما ينفعش، لا، الشعب المصري كان ليبرالي محكوم بنظام ملكي دستوري زي اوروبا بالظبط دلوقتي، وراقي جدا، واحزاب والكلام ده قبل العره عبد الناصر ما يجي اللي فشخ مصر وسرقها. فخلينا كده نعيش كشعب، نعيش بكرامه، نعيش برقي، نعيش بحضاره. انا يا جماعه معلش، هو طبعا
استغلوا التويته بتاع ايدي كوهين، لان ايدي كوهين مش شخصيه عاديه، ايدي كوهين تعتبر شخصيه رسميه في دوله اسرائيل. فلما يقول عماد سعد الله في التويته بتاعته على تويتر، يقول عماد سعد الله رئيس مصر القادم، فهو مش بيهزر. هم بقى ما استخدموش كده، قال لك ده عماد بقى، وهم متفقين على اللعبه دي، ان هو عماد جاي ودعم اسرائيلي. طب انت يا راجل افرضنا جاي راجل بدعم اسرائيلي واماراتي وسعودي زي ما انتم بتقولوا، هو انا هجبر الشعب المصري ان هو يختارني؟ هو انا ما اقدرش اجبر الشعب المصري. افترض يا عم ان انا عندي دعم من الدول دي، افترض، بقول لك افترض حسب كلامك اللي نازل على النت ده، افترض يا عم، ومسكت لي تويتة ايدي كوهين وقلت ان ايدي كوهين يعني كده دعم اسرائيلي مباشر، طالما ايدي كوهين اللي قال لك ان عماد سعد الله رئيس مصر القادم، برافو رئيس مصر القادم، يبقى كده معناها ان عماد ايه؟ مدعوم من اسرائيل بقى. طيب خلاص اعتبرني يا سيدي مدعوم من العالم كله، طالما مدعوم من العالم كله اهلا وسهلا، بس انا مش هجبر الشعب انه يختارني يعني. وانا هاجي لواحد مصري اقول له هتختارني يا اما هذبحك؟ الشعب محدش، انا مش الشله الصايعه اللي اسمها بيسموا نفسهم النخبه دول، اللي بيقول لك ايه احنا هنختار رئيس توافقي. انا ما بجبرش حد يختارني يا جماعه، بس انا عارف ان الشعب هيفهم، ويفهم ان عماد سعد الله ده رعبهم من اول ما دخل. انا لا، انا جمال مبارك سرقت الشعب وحرامي انا واخويا، وعايشين بفلوس الشعب في قصور حتى اليوم، سيبكم من التطبيل والكلام ده، احسن شعب غلبان شويه. ما تخلوهمش انه يبقى البديل اللي عندكم، اصل دايما حاطينكم دايما في بين ايه كمشتين، الوسخ والاوسخ. لا احنا مش هنختار الوسخ والاوسخ، هنختار الانظف، هنختار الانسب، احنا مش هنختار الوسخ ولا الاوسخ. بدا يطبلوا لكم شيء، بعض المطبل تخص الاخوان بقى. الاخوان طبعا مشروعهم بتاع جمال مبارك للاسف يا عيني باظ، عماد سعد الله بوظه لما نزل يعني. وشويه العسكر بقى مشروع السيد عبد الفتاح السيسي برضه نفس القصه. فعماد سعد الله يعني وجوده نزل عليهم بباراشوت كده من السماء فشخهم كلهم يعني. الراجل ده شرير قوي، ضيع لنا المشروع ابن الايه. فطبعا مش عاجبهم يعني مش بسهوله كده. انت جيت نطط لنا في اسبوعين، قلبت لنا المعادله كلها، فمش عاجبهم خالص. الفاظ وحشه قوي. ما هو انا شوارع بقى زي الشعب كله بقى شوارع للاسف في عهدهم يعني بالنسبه لهم يعني. فانا اسف للاخ اللي بيقول لنا ده. برنامج الاخوه المرشحين التانيين، بس عشان اتكلم انا اولا ما يهمنيش برامجهم خالص، لان هم اصلا كده كده انا عارف ان عماد سعد الله رئيس مصر، لان في حاجات انا اعرفها كتير يعني، حاجات تانية كبيره يعني. عماد سعد الله رئيس مصر 2024 ده في حكومه عالميه ده منتهيه. لكن في نقطه بقولها لكم بس، الاخوه دول جايين ببرنامج، طبعا جمال مبارك جاي يكمل السرقه اللي كان بيسرقها في ال10 سنين اللي فاتوا، هو احمد عز ونفس الشله بالظبط. وكنا الحمد لله محققين على ايد جمال مبارك كرئيس لمصر اخر 10 سنين في حكم ابوه، كان الرئيس الفعلي هو اللي بيحكم هو وشلته. المركز الاول في السرطان، المركز الاول في امراض الكبد والكلى والقلب والدم والحمد لله يعني. كنا قبل الاخير في مستوى التعليم، وكنا فضيحه. السيد عبد الفتاح السيسي طبعا المرشح الاخر، والمصادفه بقى ان انا وجمال مبارك والسيسي منايفه يعني من نفس المحافظه. على فكره يا جماعه موضوع قنا انا مكتوب، انا مع احترامي الاهل قنا، انا مش من قنا، انا من المنوفيه من بركه السبع. بس طبعا الاخوه اللي بيغيروا ده حتى دي لعبه يعني، برضو الاخوه اللي بيدخلوا يغيروا في بياناتي ان الراجل ده من قنا، انا مش من قنا، الصحفي اللي كتب هو اللي من قنا، لكن انا مش من قنا مع احترامي الاهل قنا، لكن انا من المنوفيه من بركه السبع. واهلي معروفين، عائله سعد الله معروفه كويس جدا يعني، من العائلات الكبيره مش عائله صغيره يعني. ف تغيير محل الميلاد لقينا ده على الويكيبيديا له قصه برضو، ان هم بيحسبوا حسابات الجمل اللي نازلين حساباتها ان حساباته كذا وحساباته كذا وحساباته كذا، ده فتى الشرق، فهم عاوزين يغيروا في احد البيانات اللي هو مكان الميلاد، فغيروا طبعا كتبوه هنا عشان ما يطلعش بركه السبع، لان الحسابات بتطلع برضو بركه السبع. قصه كده يعني. طبعا انا بقول لكم يا جماعه العالم دي بتستغل كل همسه بتتعمل عليا ويكتبوا بيانات، لان بقول لكم انا حارق قلب الامنجيه الموجودين على الانترنت. موضوع ان الناس شافتني في الرؤى انا لا انكره، ان ممكن تكون الناس شافتني فعلا في الرؤى، لان الموضوع ده اتقال لي فعلا قبل الصحفي الاخ ايمن ده ما يقولها على السوشيال ميديا ان هو شافني في رؤيا فعلا. لا فعلا انا في حاجه الموضوع قبل ما هو يشوفني كتير معايا. فموضوع ان انا اجي للناس في رؤى كتير في دول كتيره ده عادي يعني، ايه المشكله يعني؟ مش قصه خالص يعني. مصر بتبيع جيرانها، انا ماليش دخل بجيرانها، انا مالي يا عم. يا عم الفلسطيني ما فيش واحد فيهم بيشتغل بواب يا حاج. لو انت شغال في دول في الخليج، او اسال اي حد كده في الخليج قول له في فلسطيني شغال بواب يقول لك لا، في فلسطيني شغال دليفري يقول لك لا. انت كمصري انت الوحيد، انت والهندي والبنغالي، انت وهما بس اللي شغال بواب وشغال دليفري. ما تفوق بقى، جيرانك ايه وبطيخ؟ انت بتشتغل عندهم خدام يا ابني. يا ابني انت في الدول العربيه اشتغل عند اي واحد من الفلسطينيين ولا السوريين ولا العالم دي، شوف هيعملوك ازاي، صحوا بكرامتك الارض.
ما تصحى شويه يا حاج، ما تصحى شويه. عاوز ابنك يعيش في نفس مستواك، ما عندناش مشكله، استمر، جو اهيد، الله يبارك لك. عاوز تفوق وتبقى محترم في وسط الشعوب وفي وسط الدول، اهلا وسهلا، انا جايب لك الاحترام والرقي والتقدم والفلوس والوجاهه، تبقى وجيه وحكم العالم هيتنقل من امريكا لعندك. عاوز اكتر من كده؟ تقول مسؤول، ما تقولش مسؤول، سماها زي ما انت عاوز بقى، ما بقولكش حاجه يعني، ما بعجبش على رايك. الاخ والعالم اللي منافسين، الاخ يقول يعني البنغالي حرام، انت بتفهمه ازاي؟ يقول لك ما ينفعش انت كمصري تساوي بالبنغالي، ما ينفعش، ما ينفعش، انت حفيد الفراعنه، عاوز تساوي بالبنغالي، اهلا وسهلا، نروح عيش في بنجلاديش، ما تبقاش تعيش معانا. مصر هتتغير، هتبقى دوله بمستوى رقي، جدودك، انت جدودك عالم راقيه. اذا كنت انت مصري اللي كاتبها، مع ان اشك انك مصري يعني، لكن انا ما بحكرش مشان اي شعب، لكن كل شعب له مكانته، مش دي مكانه المصريين معايا. لا، اخنس مصر انت عارفه اللي هو موجود، مش انا اخنس مصر. لا لا، بيقول لي خايب بلا، ما حدش يقدر يفشل الانتخابات ولا حاجه، لان الموضوع يا جماعه، بصوا يا جماعه، المشكله اللي كانت بتحصل قبل كده في ديكور. يعني ايه ديكور؟ حمضين والاخوه دول كلهم اللي كانوا بيدخلوا دول، وخالد علي والشله دي، سيبكم بقى منهم، عاملين وطنيين والكلام الاهبل ده كله فيلم هندي. هم الحكومه عارفه قدراتهم، عارفه انهم صفر على الشمال. العيال دي كلها زمانهم انتهى، العيال دي كلها عايشه بدور الناصريه والفكر اليساري والكلام الاهبل ده، والعالم ده ملوش ارضيه، والكلام ده عندي ملاش ارضيه. اقصى واحد فيهم ممكن يفوز بس بالجعجعه بتاعته في مجلس الشعب. فالحكومه عارفاهم، فسايباهم يهبلوا شويه. فما كان عادي يترشحوا، ما فيش مشكله، ما يترشحوش ما فيش مشكله. اما انا فمختلف، لان انا راجل جاي عارف السياسه الدوليه ماشيه ازاي، والدعم الدولي ماشي ازاي، وترتيب المنطقه عامل ازاي، وترتيب العالم عامل ازاي. انا مختلف، انا فاهم اللعبه كويس قوي، وفاهم اصولها كويس قوي، وفاهم خيوطها ماشيه ازاي، وبتتشد منين، وبتتعمل منين. فهم هي الرعب اللي حصل من دخول عماد سعد على الخط هو النقطه دي. الكل اترعب ان عماد ده فاهم، عماد مختلف، عماد مش واحد جاي عاوز يتقال عليه المرشح السابق، لا، عماد جاي يفوز. فالموضوع مختلف، عماد ده مش جاي بقى يفوز ويحكم له فتره ولا فترتين ومع السلامه الرئيس لا، عماد ده جاي يغير. يعني ايه يغير؟ يعني جاي يعمل منظومه كامله مختلفه تماما عن الموجود حاليا، جاي بمبدا انسف حمامك القديم، حرفيا جاي بمبدا انسف حمامك القديم، انسف خالص وابني، ابني مجتمع تاني راقي، مجتمع حضاري. تبني مين بقى؟ مش ابني كباري، عبده كباري ده حاجه تانية، انا جاي ابني مجتمع، انا جاي ابني مجتمع، جاي ابني الانسان، ابني الانسان المصري واحطه في مكانته الحقيقيه. هم مش عاوزين كده، هم مش عاوزين كده. خيالي واسع طبعا يا صالح، اللي انت عماله تتكلمي كل شويه، شايفك ما وراكيش، بس انا عارف انك امنجيه، عارف تاريخك كله، فبلاش تكتبي يعني، ريح، لاني فأسك كويس، والناس فأسينك جدا من تعليقاتك عندنا، وشرف ليك ان انا اقول اسمك طبعا يعني. بس انت غلبانه دي، انت بتسترزقي برضه، تصرف على عيالك من القرشين اللي بتاخدهم من الامن يعني. المهم يعني، مش هنشغل دماغنا بالتفاهات دي. آه الناس انطحنت يا جماعه، الناس انطحنت حرفيا. بعض الكلام اللي بيتقال، طبعا الراجل ده طبعا ماسوني، الراجل ده بيشرب بدم العيال الصغيره، الراجل ده بيفطر بعيال صغيره، الكلام ده كله هجايس وافلام هندي، الهدف كله ايقافنا، على راي الفيلم بتاع الوزير جاي، هدفهم ايقاف المسيره، بس لن يستطيعوا ايقاف المسيره، ان المسيره كبيره قوي انهم يوقفوها، ومقاسها كبير قوي عليهم، مش دول اللي يوقفوا المسيره. المسيره مش حاجه بسيطه، ولا الخطوات اللي احنا بنعملها حاجه بسيطه، ولا اللي احنا راسمين له عشان راسمين مصر تبقى فيه حاجه بسيطه. مصر هتحكم العالم، شاء من شاء وابى من ابى. الناس دي وافقت، ما وافقتش، لان العالم مش ماشي بمزاجهم. اللي بيحصل ده خطه عالميه كامله، مش مجرد ان احنا بنرسم ان احنا يعني يا جماعه معلش عشان خاطرنا عماد هيدخل الانتخابات، ممكن يفوز، ممكن يجيب له كام صوت وخلاص انتهى الموضوع. لا، اللي احنا داخلين عشانه، احنا داخلين بخطه عالميه لحكم العالم، حكومة عالمية تحكم العالم كامل من مصر. فالموضوع يتعدى خطتي، تتعدى حكم مصر أو إقامة أو الفوز بالانتخابات. أنا راسم خطة لمصر كاملة بأنها تحكم العالم، تبقى فيها حكومة عالمية، أن لها رؤوس الأموال العالمية كلها. خطوات التاريخ مشيت إزاي؟ أول حاجة الفكر التنويري بدأ في مصر، الفكر ده مش يهودي، الفكر التنويري كله بدأ في مصر، بدأ عند سفح الهرم، وأجدادنا اللي وضعوا أسس الفكر التنويري العلمي في العالم كله. وانتقلت ريادة العالم بالفكر التنويري درجة، دايما تنتقل درجة في اتجاه الغرب. انتقلت درجة من مصر لليونان، فقادت اليونان للثقافة والفكر العالمي. بعد كده انتقلت درجة كمان لإيطاليا،
فقادت إيطاليا الثقافة أيام الرومان، الثقافة والفكر العالمي. وانتقلت درجة كمان إلى فرنسا، فقادت فرنسا التنوير في العالم. وبعدين انتقلت درجة للغرب أكتر، فانتقلت لبريطانيا، فقادت بريطانيا العالم. وبعدين عبرت الأطلنطي ووصلت لأمريكا، فقادت أمريكا العالم. الآن فتى الشرق اللي هو أنا، مفروض أن أنا هرجع القيادة لمكانها الأصلي للشرق، لمصر. فمفروض الدورة الجاية دي الدورات الكونية. الدورة الكونية القادمة هي أن مصر هتقود العالم وتقود الحكومة العالمية، وبالتالي هيكون فيها ثقة للعالم المالي والسياسي والثقافي والفكري والأيديولوجي. مركز ثقة للعالم هيتنقل من أمريكا لمصر، لأن دي الدورة الكونية اللي جاية هي دورة مصر. دورة مصر عهد العنخ الذهبي بعلم مصر الأحمر اللي هيرتفع خفاق في سماء مصر وفوق هرمها الأكبر ويرفرف فوق العالم، وعنخها الذهبي اللي يرتفع في سماء العالم. الفترة الجاية هي فترة حكم مصر للعالم. مصر هتقود العالم الفترة الجاية. بتقول لي ازاي هتسقط الديون؟ انا بقول لكم ديون مصر مجرد ان انا افوز هتسقط معايا. اعتبرني انا هسددهم، خلاص. اعتبر الحلف بتاعي هيسددهم، الناس اللي معايا يسددوهم. انا مش جاي لك عشان ان انا الغي لك دينك، بكررها للمرة ال10. انا مش جاي الغي لك دينك. كان الامريكان، ما انت بتقول الامريكان بيقودهم الماسونية، بيقود امريكا، الماسونية بتقود امريكا، وانت بتقول عليه راجل ماسوني جاي الغي لك دينك. طب ما لغوش ليه دين المسلمين في امريكا؟ ما لغوش ليه دين المسلمين في بريطانيا؟ ده الحرية الدينية في الدول دي اكتر من الدول العربية والاسلامية يا جماعة، اكتر من الدول العربية والاسلامية. احنا لسه عايشين في مية البطيخ في الدول العربية والاسلامية. في مصر في الكلام ده عايشين في غيبوبة. مكتر لكم من التافهين بتوع قنوات اخر الزمان والمهدي جاي ومش المهدي جاي، ومعيشينكم في غيبوبة، قاعدين تنتظروا غيبوبات. فوقوا ابن مجتمعكم، فوقوا ابن مجتمعكم، فوقوا ابن مجتمعكم. تحضروا بالعلم، انتوا احفاد الفراعنة، عيب تكونوا في المستوى التافه بتاعكم ده. الفراعنة لو عرفوا ان احفادهم هيبقوا بالشكل ده كانوا خاصوا نفسهم، والله كانوا خاصوا نفسهم. مش احنا اللي نعمل كده، احنا نقود العالم. جدودك بدأوا الفكر المستنير، وضعوا أسس الفكر المستنير، نشروا الحضارة في العالم، نشروا الفكر في العالم. مفيش أي كتاب تفتحه إلا ويقول لك هذا العلم بدأه المصريين القدماء. مفيش أي دولة في العالم فيها علم باسمها إلا مصر. علم الإيجيبتولوجي، علم المصريات، بيدرس في جامعات العالم كلها زي ما قلنا كده، وزي ما أستاذنا وسيم السيسي قالها. ولا فيه أمريكانولوجي ولا بريطانولوجي ولا كما، هي إيجيبتولوجي بس. مصر كيان إلهي، كيان إلهي موجود في الأرض. مصر موجودة لحفظ الأرض، والهرم الموجود ده في طاقة السيطرة على الكون كله. من الهرم تقدر تسيطر مش على الأرض، على المجرات. فيها طاقة السيطرة بس تتفعل بالعنخ. احنا مش بنقول أفلام هندي أو أفلام خيال علمي أو أفلام رعب أو راجل جاي أنا مجنون أتكلم، لأ. انتوا اللي مش مدركين قيمة حضارتكم فيها أسرار قد إيه وتقدر تعمل إزاي. يا راجل ده انت لو جبت شكل هرمي وحطيت تحته طماطميتين، تحت واحدة تحت شكل هرمي والتانية تحت اي طبق ولا بتاع، هتلاقي التانية محفوظة اكتر تحت شكل هرمي. ايه السر؟ اختيار جدودك حتى للاشكال. ما تفوق شوية، ما تفوق شوية. احنا جايين في 2024، مسعد الله رئيس مصر بالعنخ الذهبي يرتفع في سماء مصر ويرتفع فوق مبانيها، من الاوكتاجون للعاصمة الإدارية للهرم، من اسكندرية إلى مروي، من غزة إلى سرت. مصر الفرعونية تتألق في العالم، وينتقل لها مركز قيادة العالم، وينتقل لها أموال العالم، وينتقل لها حكم العالم، وتنتقل لها تكنولوجيا العالم كلها، وتفك شفرات اللي تركها لنا الأجداد، وبها نقدر نسيطر على الكون. أنت تغزو الكون، مش تجي لك تغزوك أطباق طائرة. أنت اللي تغزو الكون، لأن عندك أسرار غزو الكون تركها لك أجدادك، لكن أنت مش مدرك أجدادك تركوا لك إيه. نقاط تانية هنمر عليها بسرعة بس عشان مش عاوز أطول عليكم كده. طولت قوي، أنا عارف النهاردة أجازة وعاوزكم تكونوا مع الأسر بتاعتكم يعني. كل ما يحدث على الإنترنت من موضوع الدجال ومش الدجال، الموضوع ده كله الهدف منه التشهير بعماد سعد الله. يعني عماد سعد الله جاب لهم إسهال، مجرد أعلن إن هو هينزل، لأنهم عارفين كويس قوي
ان عماد سعد الله مختلف. انا لا احمد طنطاوي جاي اطبل على نغم عبد الناصر وانا كان خليفه احمد، كان في الحزب مع حمدين، نفس نظريه حمدين والعهد الناصري والمعتقلات والقوميه العربيه والهبل اللي ضيعنا ونوزع فلوسنا على الفلسطينيين واليمنيين لحد ما فشخ ابونا. ولا انا جمال مبارك بعصابته اللي جاهزه وعماله جاهزه انها تنط على الحكم عشان تسرق وتكمل السرقه اللي ما كملوهاش في ال10 سنين اللي مسكها الاخ جمال في حكم ابوه. معايا فالثروات اللي عند جمال كلها احنا عاوزين كده جمال يطلع يقول لنا، يدينا كده كشف حساب. انا هقدم كشف حساب بثروتي، هو يقدم كشف حساب بثروته ومصدرها، ويقول كان بيشتغل ايه هو واخوه في عهد ابوه، ويطلع لنا كده شهاده الخدمه العسكريه بتاعته هو واخوه. كويس؟ يقول لنا انا عن نفسي خدمت في الهايك ستيب في الخدمه العسكريه في الخدمات الطبيه. يطلع هو بقى يقول لنا كده هو خدم فين في الخدمات الطبيه. تمام؟ ويطلع يجيب لنا كشف الحساب بتاع الثروات بتاعته جابها منين هو واخوه. معايا ادي واحد وواحد. السيسي طبعا لا مش هنقدر نتكلم عليه اكتر من الواقع اللي كل مصر شايفه. شرب المصريين الذل كاسات كاسات كاسات. اكلوا رجلين الفراخ لا اللي ما كانوش يعرفوا هي ايه اصلا، كانوا بيسموها نباشه ويرموها في الزباله. انا راجل من بركه السبع من المنوفيه، سيبكم ان انا عشت في لندن والكلام، بس انا عارف المجتمع المصري كويس يعني. فالكلام ده كلام فاضي. دول الثلاثي اللي هم طلعوا لكم، او بقى يطلعوا لكم شخصيات كرتونيه زي ما الاخ محمد انور السادات بتاع حزب البطيخ، بتاع النخبه اللي بيقول لك النخبه هتجتمع على شخص توافقي مش مهم خلفيته بقى مدنيه ومش مدنيه. ده انت بدانا التعريض بقى. مش هيحصل الكلام ده. هم اترعشوا لما عماد دخل ان عماد له علاقات دوليه كتير. عماد علاقاته ممتده عبر العالم كله ومع صناع القرار في العالم. هي القصه كده. اهل غزه جزرهم مصريه طبعا، بس توهوا بقى فلسطينيين. الفلسطينيين دول بتوع الضفه الغربيه، بتوع الضفه الغربيه والمنطقه اللي في قلب فلسطين بس. فالمشعوب البلاس اللي جايين اصولهم مليونان كريتيين اساسا، مش من المنطقه اصلا يعني. وبقى خليط بقى الناس اللي كانت بتيجي تستقر واهل الشام والحروب وبتاع ميكس، اصلا ما فيش حاجه اسمها الشعب الفلسطيني الاصلي يعني. المهم القصه هي دي القصه. عندهم رعب. هم كانوا متوقعين ان نفس الاشخاص الكرتونيه بتوع المعارضه هم اللي جايين، ناس نقدر بقى نتفاهم معاها ونطبخ المواضيع، او يدخل لنا واحد بقى شخصيه كرتونيه كده زي اما مصطفى موسى ولا موسى مصطفى، الاشكال الضاله دي. لا اتفاجئوا بقى بمين؟ بعماد سعد الله. عماد سعد الله ده مين يا عم؟ هم عارفين. طيب طلع ايدي كوهين المحلل السياسي العالمي طبعا، ايدي كوهين اول امبارح قام فاقعهم تويتر رعبتهم اكتر. ايه هي؟ عماد سعد الله رئيس مصر المقبل. ازاي ايدي كوهين اكبر محلل استراتيجي في اسرائيل والخبير والاقرب للاجهزه الامنيه في اسرائيل يقول ان عماد سعد الله رئيس مصر القادم؟ زاد الرعب. يبقى نعمل نزود الجرعه، نشتمه، نطلع المسيح الدجال. يا جماعه ده اللي حصل معايا ده، انا اعلنت ترشحي ده من اسبوعين. في الاسبوعين دول مصر اتقلبت حرفيا. تاني حاجه، ما حصلش مع مرشح في العالم يعني في تهمه مثلا لك ده جاسوس ده عميل ده بتاع المسيح الدجال مره واحده. ده الناس دي جابت من الاخر يعني. واللي يقول لك ده بيشرب شوفوا حليق، وقعدوا بقى لجان لتحليل وش وخبراء الايه الفراسه ولا خبراء البطيخ ده، حاجات كده غريبه. ماشي. وماسوني. طب انتوا عارفين يعني ايه ماسوني؟ ما يعرفوش. ما يعرفوش. هو كلامه بس الراجل ده ماسوني. يعني ايه؟ جاي يلغي الاسلام. طب انت الامريكان ماسونيين يا عم بيحكموا الماسونيه؟ الماسونيه بيحكمها امريكا. امريكا بتحكم امريكا. طب بريطانيا الماسونيه بتحكم بريطانيا والملكه ماسونيه والملك دلوقتي ماسوني. طب ما لغوش دينك الاسلامي ليه في امريكا وبريطانيا؟ عاوز افهم. ولا هم يلغوا لك انت في مصر مخصوص بس؟ افلام هندي افلام هندي افلام هندي افلام هندي. كفايه. كفايه لحد كده كتير قوي. غيبتوا الشعب تماما. الهدف كله خايفين من التغيير. الناس دي بتتبع سياسة واحدة، عارفين هي ايه؟ سياسة جوع كلبك يتبعك. طول ما الشعب جعان ماشي وراهم زي الكلب كده ورا العظمة، لكن لما العظمة تقع في بق الكلب خلاص هيرجع مش هيمشي وراهم. فهم عاوزين الناس كده. هنبدأ الحملة بتاعتنا بعد شهر إن شاء الله.
القرآن نزل مع النبي لمحمد مهدي المنتظر ده. يلا مش مشكلة. كيف تستشهد أن الأرض، هذه الأرض ملك إسرائيل؟ دي حقيقة بنص القرآن وبنص التاريخ. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتب الله لكم يعني إيه؟ طب هات لي دليل ان هي كتب الله لكم ان لحد ما الاسلام يجي. يعني الكلمه اللي بيقول لك لا ده لحد ما الاسلام يجي ولا شروط. مين اللي قال لك الكلام ده؟ شفناش فين الشرط ده اللي موجود. كتب الله لكم. وفي اللي بيقول لك اذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. طيب احاديث بقى ملفقه ثانيه يقول لك ايه بقى؟ لا تقوم الساعه حتى يحارب المسلمين اليهود فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي تعالى فاقتله. حديث ده مش كل المصريين حافظينه؟ لم يكن كل المسلمين. طيب ده فين الاشاره ان ده هيحصل في فلسطين يعني؟ فين الإشارة إن ده هيحصل في المعركة بين اليهود؟ ما فيش الكلام ده يا جماعة. ما فيش الكلام ده خالص يعني. يعني الأخ اللي بيقول لي أطبق الشريعة، أنا اقتراحي بدل ما تقول أنا مش هطبق شرائع. هطبق شريعة السلام زي ما قلت بس. شريعة المساواة والميثاق الدولي لحقوق الإنسان. بص يا حاج، في الزمن ده اللي احنا فيه عاوز تطبق الشريعة، في مجتمعات مطبقة الشريعة بالفعل. الصومال مطبقة الشريعة على فكرة، ممكن تعيش فيها. أفغانستان مطبقة الشريعة، ممكن تروح تعيش فيها. إيران مطبقة الشريعة بتاعتهم في المذهب الثاني، ممكن تروح تعيش فيها لو انت عاوز تطبيق الشريعه يعني. لكن على فكره البلاد اللي انت بتبوس الايد انت والجهاديين والاسلاميين والاشكال دي ويروحوا هيموتوا عشان يعيشوا فيها، على فكره بتسميها حضرتك بلاد كفر. ما فيهاش حاجه اسمها شريعه. ورغم كده بقى امل حياتك انك تروح تهج من عندك لو اضطهدوك وتروح تعيش فيها. فبتهرب من مجتمعات الايمان اللي انت فيها لمجتمعات الكفر عشان الحمايه وعشان الحريه. يبقى انت فضلت الحريه على ايه؟ على الايمان. يبقى الحريه اغلى من كل حاجه. حضرتك بتفضل الحريه، طب ما تعيش في مجتمعات الايمان حتى لو ما فيهاش حريه. لا، انت عاوز الحريه انك تمارس حياتك، لان انت عارف ان المجتمعات اللي انت بتسميها كافره دي مدياك حريتك كامله. المجتمعات الامريكيه والبريطانيه اللي انت بتقول عليها ماسونيه وبتقول ان عماد سعد الله عاوز يعمل لك نفس النموذج الماسوني ويخليك تحكم العالم زي على غرار امريكا، انت بتبقى امنيه حياتك تسافر امريكا تشتغل في امريكا انت او ولادك او تعيش فيها. ولو حصل لك مشكله في مصر تقول يا امتى هنبقى زي الدول دي اللي هي انت بتضرب بيها المثل. الدول ده بتقول عليها ان عماد سعد الله عاوز يخليك زي الدول دي، وان عماد سعد الله راجل ماسوني ودي دول ماسونيه. معايا؟ فاحنا ليه دبل فيس؟ ليه احنا ناس ثنائيه الوجه، مزدوجي التفكير والوجه؟ ما نخلينا كده ناس محترمه ونحدد اتجاهنا. عاوزين نبقى ناس راقيه ولا عاوزين نبقى ناس حساله المجتمعات؟ عاوزين نبقى حساله المجتمعات، انا ما اقدرش اخليكم حساله المجتمعات لان انا راجل مش جاي عشان كده. عاوزين تبقوا ناس راقيه، انا جاهز اخليكم ناس راقيه. هجيب لكم فلوس العالم كله. هتقول لي ماسوني مش ماسوني، مش شغلك بقى. ما تقعدش تقول لي انت ماسوني وانت مش ماسوني. انا هعيشك احلى من امريكا واخليك تحكم العالم بدل امريكا. وانقل لك، لان الدوره دي دوره مصر يتنقل لها رؤوس الاموال وتحكم العالم. فما تجيش تقول لي بقى ماسوني مش ماسوني. لا خلاص يا عم، عاوز تعيش في كنفايات بشريه خليك كما انت. ما تختارش عماد سعد الله. روح حط الجزمه فوق راسك زي ما كنت بتحطها انت ولا مراتك وارقصوا قدام مراكز الشرطه وقول انتوا نور عينينا. خليك زي ما انت. او اختار جمال اللي سرقك وطلع ميتين اهلك، هو وشيله احمد عز والشيله دي كلها، ما عنديش مشكله. او اختار لك احمد طنطاوي اللي نايم على نفسه، اللي هو عامل لي زي عاوز يرجع لك عهد عبد الناصر ناصري. اختار، ما عنديش مشكله. مش عاوز تبقى انسان مش هتنفع معايا. عاوز تبقى انسان وتعيش بكرامه وروح وفكر واجيب لك رؤوس الاموال وانقل لك مراكز التحكم في العالم عندك والشركات العالميه كلها، في مايكروسوفت وفيسبوك وتويتر وجي ام سي وكل الشركات الامريكيه وتصنيع السلاح وتصنيع الفضاء والقصص وغزو الفضاء هنقله عندك في مصر، مركزه مصر. هتبقى الجنسيه المصريه بتاعتك كده الناس بتموت فيها انها بتشوفها بس كده عالمي، غير ما تكون انت جنسيتك المصريه دي ملاش لازمه. تكون انت الراقي في العالم، عندك حمايه عالميه احسن من الامريكي. انت اللي تحكم العالم. انا مش ببيع لك اوهام، ده حقائق. انا بعرض لك عرض. هنقل لك عندك قياده العالم، هتقود انت العالم. كل الاستثمارات اللي في امريكا هتنقل عندك. كل الامور اللي هي بتدير العالم، الشركات اللي بتدير العالم عابره القارات بدل ما في امريكا هتبقى عندك زي ما كانت في بريطانيا واتنقلت لامريكا بعد كده. هتتنقل من امريكا لمصر. انا بعرضه لك. يا اما عاوز تخليك انت في القحط اللي انت فيه، ما عنديش مشكله، بس ده مش طريقي انا. طريق عماد سعد الله انك تبقى راجل غني، راجل راقي، مجتمع ما حصلش،
مجتمع متقدم. اما المجتمعات المتخلفه فليست في حسابات عماد سعد الله. عماد سعد الله جاي وهيصنع منكم مجتمعات تانية خالص، مجتمعات تغزو الفضاء وتغزو المجرات، مش مجتمعات تغزوها الامراض والاوبئه والبراغيث. نرتقي. سيبكوا من خفافيش الظلام، سيبكم من اللي بيحاولوا يشوهوا في المسيره، يحاولوا يسوقوا في سمعه عماد سعد الله. عماد سعد الله اكبر من ذلك. جاي لهم اسهال من عماد سعد الله في اسبوعين ب7 فيديوهات، كل فيديو دقيقه، يعني 7 دقائق كله على بعضه. عماد سعد الله جاي لكم بنموذج تاني خالص لانه شخص مختلف. واشكر مره تانيه وبقولها قدام الكل ولا استحي، خبير الاستراتيجي العالمي ايدي كوهين اسرائيلي، على انه هناني يعتبر اول واحد قال عماد سعد الله رئيس مصر المقبل. اشكره على ذلك، ولانهم مدركين الصوره اكتر ما الناس مدركاها. اوجه له الشكر مره اخرى. انا راجل صريح، الكل بيتعامل مع اسرائيل، كل بيتمنى يتعامل مع اسرائيل. انا بقول لكم انا من شغلي انا عارف كويس بقول ايه. انا من شغلي بقول لكم انا عارف بقول ايه، وعارف اكتر من اللي بقوله بكتير، بس مش كل حاجه، ليس كل ما يعرف يقال. انا بقول لكم مش هتلاقوا واحد صريح في العالم بترشح في انتخابات في مصر زيي. انا صريح تمام، قلت لكم يا جماعه ايوه بتعامل مع اسرائيل، يا جماعه ايوه جاي انقل لكم مراكز التحكم في العالم، جاي عاوز تسيطر على الاهرامات، جاي اسيطر على الطاقه الكونيه الموجوده في الاهرامات واسيطر على الكون واغزو الفضاء. هتنقل شركات روتشيلد ومش هنقل شركات روتشيلد والكلام ده، اعمل مركزها بدل ما امريكا وبريطانيا هنقله مصر. ايه المانع؟ ايه المانع؟ ده افضل لك ولا تقول اصل الناس هتغير ديني؟ تغير دينك يا بابا؟ ما غيروش دين المسلمين في بريطانيا وامريكا ليه؟ مش الدول دي انت بتقول ماسونيه وبتقول انا راجل ماسوني؟ خلاص بقى عيش كأن الراجل ده ماسوني وهيعملك زي امريكا وزي بريطانيا وتعيش زي المسلمين في امريكا وبريطانيا. محدش قال للمسلمين في امريكا وبريطانيا حاجه. جوازك هيبقى جواز سفر محترم، جنسيتك جنسيه محترمه، عندك ضمان اجتماعي وصحي والعيال تتربى ببلاش، عندك بدل بطاله، الحريم ستات المحترمات الراقيات الماجدات المصريات بدل ما بيطلعوا كتير منهم بناتنا يطلعوا يترقصوا على التيك توك ويطلعوا يترقصوا على الكلام ده، هيبقى لهم رواتب بدون ما يعملوا اي حاجه، بدون وظايف. انا عاوز اكتر من كده. انا عاوز اكتر من كده. مصر اللي انا في دماغي دولة عالمية تحكم العالم وتقود العالم. ارواح جدودنا هترتاح، ارواح جدودنا هترتاح، لان احنا في الوضع اللي احنا فيه ده عار على العالم. احنا عار على العالم بالوضع الحالي. هيخليكم فخر للعالم. خليكم يا مصريين، مش شويه اللاجئين اللي انا هطردهم بره دول، مش هخلي لاجئ واحد فيهم. واي واحد اتجنس في عهد مرسي او السيسي هسحب منه الجنسيه فورا. انا لما بتكلم على فكره في نقطه عاوز اوضحها. اخواننا البدو اللي بيبعتوا بيقولوا طب احنا وضعنا ايه؟ لا انتوا مصريين وفوق راس الكل، انتوا مصريين. اي مصري فوق راس الكل، انتوا زيك زي اي مصري موجود، لان انت مصري. البدوي ده مصري. وعلى فكره الموضوع اللي هو حصل فيه لبس بتاع البدو اللي بعض بيعلق فيه، موضوع البدو ده انا لم اسيء للبدو، هم فهموا كلامي غلط وتقص كلامي. انا كنت بقول حاجه، لما تقولش احنا البدو يا دوله والصعايده يا دوله وبحر يا دوله وسينا يا دوله، ما بحبش اللهجه دي. مصر دوله، دوله واحده، وده اللي كنت بقوله. فبقول له مش كل واحد بكذا وكذا يقول انا دوله، لا هي دوله واحده وتقود العالم وتحرر الاراضيه المحتله دي بطرقنا احنا بقى. موضوع سد النهضه اللي كنا بنقول عليه، قلت لكم اسئله كتير جت على سد النهضه. سد النهضه يا جماعه انا قادر انهيه في 5 دقائق مجرد احكم. زلزال صناعي، ويمكن هم يسمعونا بقى يبقوا يثبتوها. زلزال صناعي صغير يوقع سد النهضه ده وانتهت. هتوصل الميه للهرم، هتحصل انيشيشن، بدايه تشغيل الطاقه في الكونيه بتاع الهرم. في قصص كبيره بس ما اقدرش اشرحها على اللايف، لان في ناس ممكن تستوعب وفي ناس ممكن ما تستوعبش، وفي حاجات ما اقدرش انا اقولها في الاساس، لان في ناس هتقول ده بيقول خرافات. الموضوع اكبر من ذلك يا جماعه. اللغه بالنسبه للغه المصريه، انا اعتقد اللغه المصريه اول لغه اتكتبت في الوجود وفي التاريخ واول حرف اتخط بيه، ولغه العلوم اللي دونت للبشر كلها. ايه المانع ان انا اخليها لغه معترف بها جنب العربيه؟ طب ما الامازيغيه يا جماعه معترف بها في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا على وشك يعني. كرديه معترف بها في العراق وعلى وشك معترف بها في سوريا. اليمنيين نفسهم قاعدين يدوروا على اللغه السبائيه واللغه الحميريه والمش عارف. السعوديه بدات تدور على الاثار القديمه ما قبل الاسلام وتعملها مزارات سياحيه. انا ليه اكون انا اللي محرم عليا؟ ليه احنا المصريين اللي محرم علينا لغتنا، محرم علينا تاريخنا، جدودنا ننظر لهم على انهم وثنيين مع انهم هم اللي علموا العالم الفكر؟ معقول ناس بالتقدم والرقي دول كانوا وثنيين؟ معقول؟ مش نفوق يا مصريين، ناس زي دول كانوا بيعبدوا الاصنام وعندهم تعدد الهه والهه والهه؟ مش ممكن.
ناس الاقي اثارهم موجوده في المريخ، ولا اثارهم في فرنسا وفي البرازيل، اثار جدودي واصل لحد المريخ، لحد البرازيل، لحد فرنسا، لحد استراليا. اثار الفراعنه موجوده في استراليا، في المريخ له اثر للفراعنه. العالم دي كانت بتعبد اوثان، كانت بتعبد الاصنام. الهي الهي ما اطعمك. يعني ازاي؟ ما نفوق شويه. مش هنطول كتير يا جماعه، معلش انا عارف ان البث مليان شويه ناس من اللي هم اللاجئين اللي عندنا، بس بقول لكل لاجئ اخفض راسك فانك في حضره فرعون مصر. وتدخل عندي اللايف، اخفض راسك فانك في حضره فرعون مصر. بقول للمصري مهما كان، من الفلاحين، من البدو، من الحضر، من القرى، من الصحراء، من اي شيء، انت نور العالم. انت كمصري انت نور العالم. ترك لك ميراث حضاري علمي مش طبيعي. الناس دي مش عاوزاك تتقدم، عارفين ان بينك وبين التقدم عماد سعد الله، وده اللي رعبهم، ده اللي جاب لهم اسهال. فحملات شنين عليا، حملات مش طبيعيه، حملات مش طبيعيه. عماد سعد الله بيقول وتحليل لشكلي ده سان جيرمان. ايوه انا سان جيرمان، لا انكر، خلاص المعمر سان جيرمان. انت عشتار، لا انكر، انا دوره من دورات الشكل لا عشتار. طيب انت فتى الشرق، ده حقيقي، وانا نفسي انا بقول يا جماعه انا فتى الشرق. عماد ده ماسوني بس هيعيشك زي امريكا وتبقى احسن من امريكا. عماد ده صهيوني. يعني ايه صهيوني؟ عشان الاسرائيليين هنوني ان انا رئيس مصر المقبل، ايدك وهن بقيت صهيوني. مفيش مشكله، صهيوني صهيوني، بس هيعيشك في اعلى مستوى في العالم، اعتبرني صهيوني. عماد ده جاي يغير الدين الاسلامي ويمنع اللي مش عارف ايه. طب والماسونيين في امريكا وفي بريطانيا ما منعوش ليه؟ عماد ده الدجال الاكبر واسمه شيلون في التوراه وكذا كذا، ده فتى الشرق، بس انت الاخ سلفي مش عارف تحسبها صح. عماد قادم قادم، التغيير قادم قادم. عماد سعد الله رئيسا لمصر 2024 في منتصف العام. يرتفع العلم الذهبي، العنخ الاحمر، العلم سوري، يرتفع العلم الاحمر بالعنخ الذهبي في سماء العالم، ورفرف فوق الهرم. نحكم العالم من مصر، حكومة عالمية واحدة. أعتقد رسالتي وصلت، حكومة عالمية واحدة تقودها مصر، تنتقل كل رؤوس الأموال لمصر، كل الاستثمارات لمصر، تكون مركز الاختراعات العالمية، نفك شفرات ما تركه لنا الأجداد من ثروات علمية وثروات مالية وثروات ثقافية، نسود العالم، نحط المصري في مكانته الحقيقية. أيوة الأخ اللي كاتب لي تحيا كيمت، تحيا كيمت، تحيا كيمي. مصر علمها الأحمر الخفاق بعنخه الذهبي يرفرف فوق الهرم الأكبر، مؤذنا بفك كل رموز وشفرات الحضارة العظيمة اللي بها سنغزو الفضاء ونغزو المجرات، وليس فقط نغزو الدول، نغزو العالم بالعلم، بالثقافة والحضارة. ولما قلت نأمر الأرض أن تؤتي خيرها والسماء تؤتي مطرها، بالعلم، لم أكذب، لم أكذب. بالعلم تسيطر على كل شيء، هذا ليس كما تدعون الراجل ده بيكفر والراجل ده لا، بالعلم نسيطر على كل شيء. بالعلم الآن تقدر تحدد جنس المولود، بالعلم الآن تقدر تحدد لون المولود، بالعلم الآن تقدر تحدد شفرات وجينات المولود، بالعلم الآن تقدر تنزل الأمطار، بالعلم الآن تقدر تخرج كنوز الأرض. ما بالك بعلوم جدودك اللي تركوها لك، واحنا بنتكلم في علم عادي لا يوازي 1 على مليار مما تركوا المصريين من الآثار العلمية. بنتكلم في ايه؟ حدش فكر الهرم ده، الحجاره دي محطوطه على بعضها ازاي؟ بالسحب الكهربي للهواء. توصلوا الفراعنه الجداء العظماء 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 يا احفادهم لده ازاي؟ وغيره 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 وغيره. احنا صفر على الشمال بجانبهم. بقول لكم لو عرفوا ان احنا نبقى احفادهم كانوا خاصوا نفسهم، ما كانوش تركونا. عاشت كيمي، عاشت كيمت. كيمت اسم بلدك الحقيقي بلغتك الحقيقيه، مع ان مصر اسم برضو قديم لنا. مصر من كلمتين، مش مصر، مصر، كلمتين. مصر را يعني الرب، ومصر الميلاد الزماني او المكاني يعني ارض الرب بدون ترجمه حرفيه يعني. وجاي من عندنا برضو من لغتنا كريس ماس اللي هو مولد المخلص، كريس ماس اللي هي جايه منها مصر. مصر النص الاول من كلمه مصر. لغتنا استخدمت في كل حاجه، سرقوا حتى حضارتنا. شجره ازوريس خلوها شجره الميلاد كريسماس. شجره الامنيات، كور الذهب والاحمر ومش عارف ايه اللي عملتها ايزيس ام المصريين، امنا
اتسرقت واتعملت كذا. تقويم احنا اللي علمناه، وجدودي اللي حسبوا العالم ان في قبل العالم ما كان حتى لابس لباس. جدودنا حسبوا ان السنه 365 يوم وربع، وعملوا السنه 4 فصول والايام كذا وكذا، وحسبوا كل شيء. جدودك قبل العالم ما يكون لابس لباس حسبوا ارتفاع الهرم وقطر الهرم ومداره وبعده عن الشمس قد ايه وبعده عن الارض قد ايه، ارقام تتفق تماما مع كل ارقام الكون، لا تختلف ذره، حساباتهم بالملي. دول جدودك، دي حضارتك اللي عاوزين يبعدوها عنك، تركوا لك كنز الكنوز وعلم العلوم تركنه لك. غيبنا امتى بقى؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ من اول ما دخلت علينا الافكار التغييبيه واعتنقناها. مش افكار تغييبيه ماليش دخل بالاديان، انا بتكلم في ثقافات الشعوب الاخرى. اصابنا التصحر الفكري، اصابنا التصحر الفكري. حتى الاسرار اللي كنا محتفظين بيها، اللي كان جدودنا محتفظين بيها في مكتبه اسكندريه، اتحرقت مرتين. مره على ايد المسيحيين الكهنه اللي جرجروا هيباتيا السكندريه عظيمه العظيمات وفيلسوفه فيلسوفات صعبه شويه، جرجروها في اسكندريه وجرجروها بالخيل لحد ما بقت عظام. من ساعتها واحنا نزلنا. والمره الثانيه على ايد المسلمين لما دخلوا عمرو بن العاص، يا امير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجدنا مكتبه ما فيش زيها، ايه رايك؟ قال لهم كان فيها خيرا اتانا الله خيرا منها، كان فيها شرا اراحنا الله من. احرق يا عم، حرق المرتين. وقلت الكلام ده في البث اللي فات. في المرتين نزل مجتمعنا لتحت تماما. حتى شويه الاسرار اللي كانوا فاضلين عندنا مفكوكين ضيعناهم. دلوقتي كمان وصل المصريين لدرجه انهم كانوا مش عارفين حتى ايه المكتوب لحد ما فكوا الطلاسم الموجوده. بس طبعا حتى الطلاسم الموجوده او الاثار الموجوده لجدودنا لما جت تتفك وتترجم، طبعا دخلت فيها اهواء، لان ترجمها طبعا شامبليون ومن تبعه مدرسه شامبليون، فترجموا الموجود كله حسب اهوائهم. فكلمه نتر هنا معناها ملاك، ما معناها ملاك، هو ترجمها على انها اله، لانه طبعا هو كان راجل ملحد، فبالنسبه له بيترجم حسب الرؤيه، بيعمل كذا وكذا، فترجم النتر. فلما كان العقيده المصريه التوحيديه القديمه بتتكلم على التوحيد، هو طبعا بقى يكتب كل ملاك على انه ايه، ملاك كذا وملاك كذا وملاك كذا زي الملائكه كده، فبيكتبوا على انه اله. فجه طبعا الجهله لما قروا بعد كده قروا على ان دول ايه، الهه، تعدد الهه. مصريين لو وصلوا لهذا العظم من الحضاره والرقي مستحيل يكونوا كانوا وثنيين بيعبدوا الاصنام. ما هماش بالغباء ده، ولا بيعبدوا الحاكم، مستحيل. بيعبدوا الحاكم موجودين دلوقتي دول، لانهم دول شويه مجهلين ومغيبين. لكن العمالقه العظام ده حاجه ثانيه. تضمن نتائج الانتخابات هطلب مراقبه دوليه للانتخابات طبعا، يعني لو هي على قد مصر كده الله اعلم يعني، بس مش هيقدروا يزوروها اصلا حتى لو ما فيش. لا معلش مصطلح الحضاره الفرعونيه انا مصر عليه، وما تقولش ده جاي بفكر يهودي عاوز يغير كلمه كمتيه وفرعون. كلمه فرعون بالنسبه لاون نيفر او اون نيفرو او اون بير اون زي ما بتسموها انتوا على الفكر البسيط اللي بتدرسوه يعني، اللي هي اون، اللي هي عين شمس. لو دورت على اسم عين شمس اسمها اون، اللي جاي منها الكلمه اللي هو حامي اون. ما اسمعش انت للرباع والكلام اللي عاوزين يلغوا كل ما يمت الحضاره المصريه بصفه. لا كلمه الفراعنه كلمه مصريه شاء من شاء وابى من ابى، والفرعون هو حاكم مصري ليس هكسوسي. وسيبكم من الكلام الفارغ ده خالص، بيقول دول حكام الفراعنه، عشان دي نظريه متخلفه بعض المصريين بيتبنوها، اللي هم بيحبوا مصر بس بغباء. بيحبوا يقول لك ايه، ان الفراعنه جدودنا لا ما كانوش كفار ومش هم اللي كانوا بيعذبوا موسى، ده دول الهكسوس اللي كانوا موجودين. ده نظريه غبيه جدا انك تربط الدين بالتاريخ، لان لو ربطت الدين بالتاريخ في الاخر هتكفر وتكتشف ان الكلام ده كله ما حصلش. فبلاش تربط الدين بالتاريخ. عاوز تؤمن بدينك اؤمن بالغيب، لكن لو بحثت في التاريخ الحقيقي هتخرج بره الدين يعني. فالفراعنه هم ملوكنا، ملوك الفراعنه مش ملوك الهكسوس ولا حاجه معايا يعني. الحضاره اصلها مصر لا عراق ولا بطيخ، مع احترامي لاهل العراق يعني. اسكندر ذو القرنين من كان فين يا اخ؟ طبعا اخفض راسك فانك في حضره فرعون مصر. نقولها لكل غريب عايش في بلدنا، اخفض راسك فانك. على فكره الهكسوس لما جم مصر ما جوش محاربين واحتلوا مصر خالص، لا ده احنا الهبل برضه ما جه فترات كده في حاجه اسمها عصر الاضمحلال الثاني وعصر الاضمحلال الاول، زي مثلا اللي احنا فيه ايام السيسي ده انا بسميه عصر الاضمحلال الثالث.
لان ايام الفراعنه حصل عصرين لاضمحلال الدوله المصريه. فجم في عصر الاضمحلال ناس بقى عندها مجاعات وعندها اوبئه وحروب زي اللي حصل عند السوريين كده واليمنيين والاشكال دي، وجم استقروا في مصر وركزوا على الشرقيه شويه لان المدخل الشرقي عدل يعني، وقعدوا فيها مع الوقت كتروا كتروا كتروا، وفجاه قاموا عاملين حكم ذاتي وطالبوا بحقوقهم وقعدوا زي بدو ما هتشوف الاشكال دي مع الوقت هتطالب برضه بالحكم الذاتي ويبقى لهم ممثلين في البرلمان وغصب عن عين اهلك هتديهم لان ده قانون دولي. غصب عن عين اهلك هيبقى لهم ممثلين عندك في البرلمان وهم كذا وهيرفعوا قضايا على الدوله وهياخدوا الجنسيه غصب عن امك، وانا بقولها لك يا تفوق من دلوقتي يا بعد كده مش هتلحقها والعالم ده تتجنس. هيبقى الضابط اللي على ابنك في الجيش سوري ويبقى ضابط الشرطه اللي تدخل المركز سوداني، وهتشوفها وانا بقولها لك، يا تفوق وتبطل الغيبوبه اللي انت فيها مصري يا اما هتاخد بالجزمه على دماغك من الناس دي. صدقني انا بقول لك احنا فرصتنا قدامنا سنه و3 شهور نبطل شرب جاز، نشوف المشروع بتاعنا هيجي ازاي، نبطل غيبوبه شويه. 2024 منتصف 2024 عماد سعدالة زي ما قررتها لكم وبكم مش بلوي رقابكم ولا حاجه، بس اللي جاي ده قرار اكبر من المنطقه. احنا جايين نعمل حكومه عالميه مش حكومه صغيره تحكم المنطقه فقط. وبكررها، هتتهموني ان انا راجل ماسوني اهلا وسهلا ما عنديش مشكله عادي. يعني ايه يعني راجل ماسوني؟ يعني ايه ماسوني؟ يعني راجل ايه جاي يشرب لحم دم اطفال؟ راجل يا عم اعتبر نفسك بيحكمك راجل زي اللي بيحكم امريكا يا عم، بيحكمك راجل زي اللي بيحكم بريطانيا يا عم. اعتبرني يا راجل زي تشارلز ولا اعتبرني زي بايدن ولا اوباما ولا انا مش الناس اللي بتقول عليهم ماسونيين، اعتبرني زيهم يا عم. بس جاي اعيشك في مستوى زي الامريكان واخلي جواز سفرك زي الامريكان واخلي جنسيتك زي الامريكان احسن طبعا، واخليك تحكم العالم زي ما الامريكي جزمته فوق راس العالم. هو انت يا مصري لو دخلت مركز شرطه عندك في مصر انت وامريكي هيقفوا جنب مين؟ اتحداك هيقفوا جنب الامريكي لان جواز سفر ومحدش يقدر يكح معاه يكلم سفارته في دقيقتين تفشخ الدنيا. فنفوق شويه معايا، نفوق شويه. قنوات التغييب اللي عماله تشتم فيها وتقول ده المسيح الدجال، يا ريت ترجعوا للارقام ويرجعوا للحسابات. نحن قادمون، فتى الشرق قادم، رئيس لمصر 2024 معايا. لن نلتفت لصعاليق تافهين لان مستوى المرحله اعلى من ذلك. مستوى الانتخابات مش هنزل بمستوايا لمستوى ان انا ارد على واحد تغييبي او واحد كان بيطلب مني فلوس او واحد كذا او واحد كذا او واحد بيشتمني عشان يبتزني، ما فيش الكلام ده. او واحد مصدره عني شويه مواقع تكفيريه كانت مكفراني في 2011 و2009 و2008. في نقطه يا جماعه افتكرتها مهمه، الحسابات الموجوده على السوشيال ميديا، لان في حسابات كتيره جدا باسمي على التويتر وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب والكلام ده. حساباتي كلها قديمه، حساباتي بالكامل قديمه. اي حساب جديد تاريخه ليمضي الاسبوعين اللي فاتوا لا يمت لي بصله معايا، لا يمت لي بصله. كل حساباتي تواريخها قديمه. فاي حساب موجود الفتره دي مثلا من اسبوع اسبوعين 3 اسابيع هذا ليس حساب يخصني. اوكي، هننهي اللقاء ومعلش نتقابل ان شاء الله قريبا. عماد سعدالة رئيسا لمصر 2024 بعلمها الاحمر الخفاق يرفرف على العالم بعنقيه الذهبي المرتفع في سماء مصر. مع السلامه.